النهارده يا جماعة حلقة جديدة من بيرسونا بودكاست، وأنا محمد سليم وبتكلم عن حاجة بحبها. النهارده حلقة مختلفة عن رياضة أنا يعني ما عنديش معلومات كافية عنها، بس حابب أتعرف عليها أكتر. ومعايا شاب من أجمد الناس فيها مؤخرا، من أجمد الناس على السوشيال ميديا فيها بالذات. معايا يحيى تسوقي. اهلا ازيك بيكم. يا يحيى؟ اهلا عامل بيك، ايه؟ عامل ايه؟ ايه ازيك؟ الاخبار يا الاخبار؟ سليم؟ الحمد كله لله. حلو. انا كله يعني قعدنا بخير. مع بعض حبة حلوين قبل البودكاست، اه اه. اكتشفت ان انا يعني عارفك اكتر مما اه. كنت متخيل يعني. فعلا فعلا. بس يعني قبل ما نبدأ حابب بس اقول حاجة مهمة. الحلقة دي سبونسرد باي اي ام اس ايبكس فيت، وهو مكان من اقوى الاماكن في اسكندرية في الاي ام اس. لو وقتك ضيق او زهقت من تمرين الجيم العادي، ايبكس فيت بتوفر لك تمرينة في حدود 20 دقيقة بالظبط. بتكون تمرينة كاملة للجسم بمساعدة تحفيز العضلات. وفكرة التمرين انه بيستهدف عضلات اكتر بمجهود اقل، وده تحت اشراف مدربين متخصصين في كل الرياضات. سواء هدفك انك تخس او تتطور في رياضتك، او حتى لو متلعبش رياضة خالص وهدفك يكون تكوين جسم صحي، EMS Apex Fit هو المكان الانسب بالنسبة لك. فاحكي لي بقى انت عنك اكتر، وعرفني بيك اكتر في الباور ليفتنج، وبدأت ازاي، ويعني كلمني عنك شوية اكتر كده. طيب، اول حاجه انا عندي 21 سنه اساسا. بدات الجيم اساسا، ما بداتش باور ليفتنج، كنت بدات مم. اساسا كروسفيت. بدايه قصتي خالص كانت والدتي بتلعب كروسفيت. كنت في السعوديه اساسا. و كنت انترستد ان انا اجرب الموضوع. يعني بالنسبه لي كان الموضوع انترستنج شويه، بس انا مش عارف اي حاجه عنه اساسا. فلو جيم وخلاص، مش عارف ايه الفرق بين الجيم والكروسفيت وبتاع. فقلت اجرب مره كده، اروح مع والدتي. اصلا في السعوديه بقى بجيمات منفصله يعني. فروحت كده مع جروب كان لذيذ جدا. في السعوديه رحت جربت العب شويه سيشنز كده كروسفيت. وانا ما نزلت مصر انا كملت شويه كروسفيت، وبعدين سبت كروسفيت. كان الموضوع ممل شويه برضو يعني. هو لذيذ بس مش مم. اللي انا ما لقيتش نفسي فيه يعني. مم. المهم كنت بلعب جيم عادي، وواحده واحده حسيت نفسي عمال عايز اجرب اشوف اتقل، اجرب اشيل اوزان تقيله. كان هو اكتر حاجه بدات تشدني يعني كانت الديد ليفت. مم. كنت عايز اجرب اشوف احط اوزان، اجرب اشيل اتقل، مش عارف ايه. آه، يعني كنت طبعا في الاول مش فاهم اي حاجه اساسا. وفي الفورم بتاعي انا حتى في فيديوز كده بحطها في الفيديوز بتاعتي انا. بتبقى اللي هو ما تعملوش كده. لا من غلط. كتر ما تعملوش كده، ده اللي انا عملته. ما تعملوش كده. الفورم سيء، مفيش بقى بروجرام، مفيش اي حاجه، مش فاهم اي حاجه اصلا مم. يعني، على الله تماما. واحده واحده بدات بقى ان انا في الاول كنت اشتغلت مع مدرب. كان اول مدرب بودي بيلدينج اساسا وما كانش فاهم حاجه في الباور ليفتنج. نايس. فبهدلني شويه. وبعدين رحت لواحد تاني كان بيقول ان هو بيفهم في الباور ليفتنج، بس انا اللي علمته باور ليفتنج اساسا. بس يعني لا، هو ما كان بيفهمش فورا. طلع اتضح ان هو ما يفهمش باور آه. ليفتنج. واحده واحده لقيت بقى حد تاني فاهم شويه، فهمني الدنيا، فاهم الاساسيات يعني. بدات اقرا أنا عن الموضوع اكتر. واجرب واحده واحده يعني بدات افهم بقى مم. راسي من رجلي في الموضوع. والحمد لله دلوقتي وصلت ان انا الى حد ما فاهم. الحمد لله. الموضوع كويس. مم. انت كمان بدأت تتمرن وعشان بدات انت. امرن برضو. لما بدات بقى الاحظ ان انا، لا انا عندي معلومات كافيه ان انا اقدر يعني ابقى ريسبونسبل عن حد. بدات بقى اجرب الاول امرن صحابي. مم. جربت فيهم. هما دايما اللي بيجربوا فيهم اكيد يعني. طبعا. بس الحمد لله يعني، لا مشيت كويس. وبعدين بدات بقى اللي هو طب ايه، ممكن ابتدي بعدد قليل خالص من الناس فور فري الاول، وبعدين لا ابتدي ممكن عدد زاد نبتدي بقى نمونتايز الموضوع. والدنيا مشيت كويس الحمد لله. بحاول بقدر الامكان ان انا انشر اللعبه اكتر، لان انا شايف ان هي مش اخده حقها كفايه، خصوصا في الوطن العربي، خصوصا في مصر. بالظبط. آه، يعني في رياضات كتير منتشره في مصر كويس، بس انا شايف الباور ليفتنج ممكن تنتشر اكتر من كده. هي ليه طيب مش منتشر اصلا في مصر؟ آه، ما عنديش رد معين اجابه معين للسؤال ده يعني. مفيش سبب معين، بس هي اساسا يعني في مصر بتحسها اندر جراوند شويه كده. مم. ليه؟ ما عنديش بصراحه يعني. مفيش إجابة سبب واضح، محددة. مفيش سبب مم. واضح يخليها اندر جراوند. لكن ممكن تبقى بسبب ان هي محدش اتكلم عن الموضوع اصلا قبل كده. هو عامه في مصر هنا انت عندك اكبر منظمه باور ليفتنج في مصر اللي هي الاي بي اف. يعني مصر ممنوع ان هي تشتغل فيها. ليه؟ قصة طويلة كده انا مش فاهمها قوي، بس يعني ليها علاقة بالاسترويدز، ان حد استخدم استرويدز في وقت مش المفروض يستخدمه فيه. فاتمنع يعني، مصر كلها اتمنعت من ان هي تدخل في الاي بي اف. فبقى الموضوع بدأ ينتشر اكتر. لو خدت بالك يعني في زي ترند كده طالع شوية الباور ليفتنج.
حتى اللي هي بطولة كأس العالم اللي انا الحمد لله كسبتها. مسؤول احد المسؤولين عن الترند اه يعني. بالظبط، هي بدأت يعني، هي اصلا ال WBC اللي هي منظمة اساسا روسية، مم. جت بدأت تعمل بطولات في مصر هنا عشان الحرب اللي في روسيا واوكرانيا. فبدأت بتعمل البطولة بتاعتها هنا، هي عندها بطولات كتير بس واحدة منهم بتعملها هنا في مصر يعني. آه، هي دي اللي هي كانت لسه، اللي انا لسه كسبها دي الحمد لله. ممكن تبقى دي برضو لو بدأ الباور ليفتنج ينتشر اكتر في مصر، بدأ الناس تتكلم عنه اكتر. مهم. آه، يعني ممكن السوشيال ميديا برضو. ايه اللي انت جاي وحاطه في دماغك النهارده للبودكاست؟ بمعنى يعني جاي ومتخيل ايه هتمر بيه النهارده؟ يعني عايز اتكلم عن الباور ليفتنج عموما برضو. مم. ممكن يعني اتمنى ان دي تبقى فرصة ان احنا ننشر اللعبة اكتر برضو، يعني هو ده المين جول بتاعي، ان انا انشر اللعبة اكتر. هو في مثلا جيمات كتير بدأت تهتم شوية برضو بموضوع الباور ليفتنج، آه، خصوصا في القاهرة. وفي حوالين اسكندرية في كذا حتة بقى في مثلا جيمات معمولة فيها حتة جزء باور ليفتنج مثلا او كده، بس مش منتشر كفاية. مم. فانا اتمنى والله ان انا اقدر ان انا ان شاء يعني الله. اعرف ناس اكتر عن الباور ليفتنج، ان هي في ناس كتير فاكره ان الموضوع عباره عن بس شيل اوزان تقل جرب مش عارف ايه. فهو لما الناس تبتدي ان هي تفهم ان هو لا، الموضوع مش بس كده، انت لا في انا بروجرام فيه مش اصلا عارف ايه عايز وهكذا. اسالك كمان خصوصا اكيد بشكل اكيد متخصص في الحوار ده. اكيد ندخل في الموضوع ده. بس هم الناس بتحاول بقى ان هي تفهم لما الناس تبتدي تفهم الموضوع، يفهموا ان هو لا، ده في اصلا في حاجه مختلفه، ان الباور ليفتنج مش جيم عادي. في ناس مهم. اصلا مش ما عندهاش الديفرنشيشن دي، او مش فاكره ان الباور ليفتنج عادي يعني جيم عادي. ما حلو بقى، ايه الفرق بين الباور ليفتنج والجيم ورفع الاثقال؟ بص، هو الموضوع دايما بيبقى بتسأل نفسك سؤال: ايه الهدف؟ ايه الهدف من التمرين بتاعي؟ هل زيادة في الكتلة العضلية، ولا عايز تشيل اوزان اتقل؟ يعني لازم يبقى فيه هدف معين، ممكن يبقى كذا هدف، بس انت بتحدد الهدف وبعدين بتبني بروجرام للهدف ده. مم. فانت لو مش مهتم اصلا مش مهتم قصدي بالاوزان اللي انت عايز تشيلها خالص، فبتروح اللي هو بتلعب الحاجات اللي كنا بنلعبها، يعني مثلا بوش بول لاج ولا مش بتاع، زاويتين ثلاثه مش عارف ايه من كل تلاتة في عضله، عشرة وأربعة في كل اتناشر. الكلام ده. وبتلعب بتحاول توصل للفشل العضلي، وبتظبط الدايت عشان تبالك وبعدين تكات وبعدين تبالك وبعدين تكات. ونفس الحاجه، المعلومات اللي احنا خلاص بقت يعني مم. ايه انتشرت كلها. وبرضو لو تقدر تقول ان دي كانت زي ترند كده برضو في 2000 مثلا 2020 مم. 2019 بدأت تطلع مع الترند بقى ده الجيم. مع الترند العادي اللي هو الجيم العادي. مم. ايه الفرق بقى ما بينه وما بين الباور ليفتنج؟ انت الباور ليفتنج بتبقى مبنيه، يعني الرياضه مبنيه حوالين ثلاث رفعات: السكوات والبنش والديد ليفت. فانت بتحاول ان انت تطور اوزانك او تشيل اتقل اوزان ممكنه في الثلاث رفعات دول. بتعمل كده ازاي؟ بتعمل كده انت اولا بتبدا التمرين بتاعتك بالرفعه الاساسيه دي اللي هي سكوات او البنش او الديد ليفت. ساعات بيبقى عندك في نفس اليوم طبعا كله بيبقى حسب البروجرام، بس ممكن في نفس اليوم يبقى عندك اكتر من رفعه واحده. مثلا انا النهارده ان شاء الله اذا لحقت اتمرن عندي مثلا عندي بنش وديد ليفت مم. مثلا. فاهم قصدي؟ بتروح تلعب بقى الرفعه الاساسيه دي حسب بقى البروجرام، بيبقى فيه اللي هو البروجرام ده بيبقى منطبق او مبني على زي نقط كتير او حاجات كتير احنا اوريدي عارفينها، زي بروجريسيف اوفرلود، زي ال البلوكس. يعني هندخل بقى في موضوع البلوكس ده اه. هفهمك قصدي اكتر. بس في الاخر انت بلوك دي بتبقى زي فتره زمنيه مدتها فليكن مثلا شهر شهرين او ثلاثه حسب برضه البلوك. في انواع بلوكس كتير، وحسب بقى كل واحد بيكتب البرنامج بالطريقه بتاعته او الحاجه اللي هو شايف ان هي احسن. مهم. يعني الكلام ده بقى فيه اراء يعني. مهم. طيب، آه، والرفع الأثقال بقى ايه علاقته بالكلام ده رفع كله؟ الاثقال هو عامه شيل الاوزان، بيندرج او بيتقسم رياضتين: باور ليفتنج وويت ليفتنج. لو انا لعيب دلوقتي عادي اروح العب رفع اثقال عشان هي لعبة اولمبية وهي لعبة ليها اتحاد وهي لعبة هي باور ليفتنج برضه ليه اتحاد، م- اللي هو اتحاد القوة هنا في مصر يعني. بس طبعا الويت ليفتنج ممكن تبقى برضو اقدم شويه، او يعني هي دخلت في الاولمبيات وكده لان هي اقدم شويه. م- وبعدين برضو في نقطه بقى كده برضو ليها فيها اراء يعني. ليه الويت ليفتنج في الاولمبيات والباور ليفتنج لا؟ اتوقع ده رايي انا يعني، ان هي عشان الويت ليفتنج تكنيكال اكتر م. ومحتاجه سكيل اكتر، عكس الباور ليفتنج اللي هو را سترينث. فاهم بالظبط. قصدي؟ يعني انت مثلا الباور ليفتنج، انت البنش مثلا عشان تتطور فيه هتركز على الليج درايف، الارتش، الويدج، مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه. وبعدين محتاج بقى at some point انت لا محتاج تبقى اقوى. م. لازم تبقى اقوى، لازم تبقى تزود قوتك.
اللي هي الماسكولار افشنسي او النيورو ماسكولار افشنسي. عكس الويت ليفتنج محتاج يبقى عندك قوه، بس انت محتاج تكنيكاليتي اكتر بكتير جدا. فاهم قصدي؟ يعني على سبيل المثال السناتش مثلا رفعه تكنيكال جدا جدا، مم. لازم تظبط التايمنج بتاع الرفعه، بدايه الرفعه فيها بالزقه فيها بالبوستك. المفهوم الرياضة بقى اللي هو المتعمق قوي، اللي هو فيه جزء فني في الموضوع او فيه كده كده فن في في الموضوع. جزء تكنيكال جدا مم. عكس الباور ليفتنج. هو بس دي نقطه بقى عامه ترند في العالم كله، ان الباور ليفتنج بدا يبقى تكنيكال اكتر. مم. يعني الباور ليفتنج ما بدا بالظبط، ما اساسا. انا اصل انا ممكن فاهم، انا راجل ربنا م- مديني صحة فاهم، ومجرد بروح هشيل حديدة تقيلة واوزان م- تقيلة م. وخلاص وامشي فاهم، بس واسمي رياضي وبلعب رياضة. بالظبط فا م. ايه بقى الفكرة يعني، او ايه الموضوع؟ هو انت بتحاول ان انت تشيل الموضوع باكتر طريقه efficient ممكنه، بتحاول ترفع الوزن اكتر طريقه efficient ممكنه. فانت بتحاول بقى تشتغل على اللاج درايف والارش والحاجات دي كلها علشان تزود الافشنسي. يعني انت بص، الباور ليفتنج عشان تقدر تتطور فيه كويس محتاج تركز على ثلاث حاجات اساسيه: الماسل ماس، والماسكولار افشنسي او النيورو ماسكولار افشنسي، والفورم بتاعك. جميل. ايه التلاتة دول؟ الفورم بتاعك، او نبدا قصدي بالماسل ماس، ده انت العضله هي نفسها اللي هتشيل. فاهم قصدي؟ فانت لازم يبقى عندك عضله، لازم يبقى عندك كتله عضليه علشان تشيل الوزن. مم. يعني هي العضله هي اللي بتكزرت الفورس نفسه، فلازم يبقى في حجم عضلي عشان يشيل. وبعدين النيورو ماسكولار افشنسي دي زي كده تقدر تقول الجسم هيشغل قد ايه من العضله دي. مم. كل ما النيورو ماسكولار افشنسي تزيد، كل ما الجسم هيقدر يشيل او يشغل او يوظف عدد اكبر من الالياف العضليه اللي موجوده في العضله دي. مم. يعني انت فليكن مثلا العضله، خلينا فور اكزامبل، فيها 10 الياف عضليه، طبعا بيبقى اكتر من كده كتير، بس فور اكزامبل فهو مثلا شخص عادي ما بيلعبش باور ليفتنج هيبقى بيشغل او بيوظف ثلاثه مثلا او اربعه او خمسه من الالياف العضليه دي. فانت بتتمرن بقى باور ليفتنج او سترينث تريننج عشان تزود الافشنسي بتاعت العضله دي. مم. فدي الجزء التاني. فانت بتزود عدد الالياف العضليه، وبعدين بتزود عدد الالياف العضليه اللي بتشتغل، يعني تزود مم. الالياف الكتله الافشنسي. بعد كده بتشتغل على التكنيك بتاعك، اللي هو عكس ما ناس كتير قوي مش عارفه او فاهمه غلط. يعني في مفهوم خاطئ كتير ان الفورم ده اللي هو بص انا مش عارف كتفي مش عارف ايه بتاع، انا بس اوسع رجلي ضيق مسكه ايدي وبس كده. لا، الموضوع مش بس كده، مم. الموضوع تكنيكال جدا جدا. يعني عايز اقول لك ان انا لحد دلوقتي، مع اني الحمد لله اتطورت كويس جدا في الموضوع، لازلت برضه ساعات بظبط حاجات في التكنيك بتاعي. مم. التكنيك ده مش بس الحاجات الاساسيه، اللي هو افرد ظهرك في الديد ليفت، ركبتك ما تدخلش لجوه في السكوات. لا، الموضوع مش كده خالص. يعني مم. انت عندك مثلا حاجات بقى تكنيكال جدا زي الستريتش ريفلكس، اللي هو ان العضله نفسها تستخدمها كانها استك، فبتولد تنشن في العضله مم. وتستفيد من التنشن دي وانت طالع لصالحك. من الاخر كده بتستور بوتنشال انرجي جوه العضله وانت نازل عشان تستهلكها وانت طالع. الكلام ده في السكوات وفي البنش وفي الديد ليفت. دي حته مثلا تكنيكال جدا، قليل اللي عارف عنها اساسا. مم. ونفس الكلام بقى في حاجات كتير زي اللاج درايف والارش هو مثلا. مفهوم بقى يعني بالظبط. يعني انت ناس كتير مثلا يقول لك اللاج درايف انا هو بزق برجلي، لا مش بس كده. هي الموضوع اعمق من كده يعني. بالظبط. يعني انت محتاج بقى تظبط حاجات كتير بتوقيتات، حاجات كتير بتاع الموضوع تكنيكال شويه، مش زي مم. الويت ليفتنج. الويت ليفتنج تكنيكال اكتر، بس الباور ليفتنج برضه فيه مم. تكنيك كتير جدا محتاج تشتغل عليه عشان الرفعه نفسها تبقى efficient اكتر. بالظبط. احنا دخلنا في التفاصيل بسرعة قوي، اه واحنا يعني الحلقة دي ملهاش ترتيب قوي على اوكي قد ما هي ايه. انا معاك في الكلام يعني. اوكي اوكي آه خلينا نرجع لحتة بيرسونال شوية اوكي. في النص. ايه الحاجة اللي في شخصيتك الناس كلها بتقول لك عليها، بس انت يعني ممكن تكون مش واخد بالك منها، او اللي هو بتأيد الناس فيها برضه، يعني حاجة سمة فيك الناس كلها بتقولها عليها؟ هو في حاجات كتير في شخصيتي ناس كتير بتقولها عنها يعني مم. بتاع، بس انا اخد بالي منهم. مم. مفيش حاجه ايه مثلا. اكتر حاجة مميزة طيب؟ هو في حاجات كتير مش قادر افكر في واحده معينه، بس ناس كتير مثلا حواليا بتقول ان انا عندي شويه. مم. ودي بطريقه حلوه ووحشه في نفس الوقت. يعني حلوه ان هي بيبقى فيه ديديكيشن جاي من الموضوع، انا بحط حاجه في بالي هعملها، طبعا بتوفيق من ربنا يعني. بس انا بحط في بالي في حاجه مثلا انا عايز ابتدي انزل فيديوز، عايز ازود كذا كذا كذا، عندي هدف معين، فبفضل اعاند معاه لحد ما اوصل له. مم. فدي حاجه كويسه. بس طبعا بتبقى وحشه مثلا اللي هو مع يعني شخص عندي. لو اكون بس مثلا يعني حاسس ان هو اي باور ليفتر ممكن يكون فيه الجزء بتاع العند ده، عشان انت اللي هو انت بتعند مع الاوزان كل يوم. يعني في بشكل كبير بس مش قوي. يعني في ناس، بص هو عامة يعني الباور ليفتنج رياضة مش نيش قوي كده. مم. لا، يعني في ناس كتير آه
متعددي الشخصيه عادي، وممكن كلهم يبقوا باور ليفترز شطار. مم. فاهم قصدي؟ بس طبعا في حاجات بقى ساعات بتبقى في الشخصيه بتاعت الشخص بتخليه يبقى باور ليفتر اشطر. مم. بس انت اه. موافق على حوار ان انت عنيد ده؟ يعني انت لا انت انا عارف، انا عارف ان انا عنيد. آه، بس وبحاول بقدر الامكان ان انا يعني استفيد بالحاجات الكويسه اللي موجوده في البيرسوناليتي تريت دي، مم. وفي نفس الوقت برضو ايه، نتجنب اتجنب المساوئ الحاجات بتاعتها يعني. السيئه. اه. حاسس ان انت قريب من الفيرجنز القديمة بتاعتك، ولا كل فيرجن، مم. كل نسخة من شخصيتك على الفترات اللي قبل كده مختلفين تماما عن بعض؟ سؤال عميق. سؤال. لا، هو شخصيتي اتغيرت بشكل كبير، لكن برضو بحس ان حاجات الكور لا زالت موجوده. مم. الحاجات اللي حواليها هي اللي اتغيرت. زي ايه مثلا؟ يعني انا طول عمري شخص عنيد. دي خلاص اتفقنا عليها يعني. مثلا بس برضو الحاجات اللي حواليا هي بتتغير، انا احاول استفيد بالحاجات الكويسه يعني مثلا زي consistency. يعني ناس حواليا كتير بتقول انا دايما شخص consistent جدا. مم. في الشغل بتاعي، في التمرين بتاعي، في الحاجات كتير جايه برضو من جزء الديديكيشن ده. بس برضو يعني الحاجات الوحشه هي اللي بحاول ان انا بقدر الامكان اغيرها. زي مثلا انا كنت شخص عصبي مم. جدا. بحاول بقدر الامكان ان انا اتحكم في الموضوع ده. انت عصبي انت برج ايه؟ عصبي وعنيد يعني. بس الموضوع ده بصراحه كل على بعضه كده مش داخل دماغي. هو اللي انا بس يعني هو ماشي. بس فهنعقد الناس اللي بيتفرجوا علينا. خلاص بقى. شخص يعني شخص عصبي شوية. مم. ودي برضو جاية من طب هل العصبية دي بتبقى جاية من توتر او كده، ولا من يعني انت بتتنرفز بسرعة، او اللي هو حاجة كلام ما بيعجبكش بسرعة مثلا؟ بحس ان الموضوع عامل زي كده ان انا يعني انت بتبقى متوتر فبتتعصب، ولا العصبية مش دي منين؟ توتر. لا، هو مش جاي من توتر، بس بحس ان انا مش عارف اوصفها ازاي. اللي هو بحس ان انت احساس بتغلي كده، اللي اه. هو يعني عايز تتصرف بطريقة امبولسيف قوي. مم. مش انا عايز انا كده. فاهم قصدي؟ اه. انت ايه اول ريل فرقع معاك؟ فرقع معايا؟ لا، دي قدام شويه في القصه، انا هست مم. هوصل لك ماشي. النقطه دي. قعدت انزل شويه على الاكونت البيرسونال بتاعي. بعدين في مره كنت قاعد بتكلم مع واحد صديقي معايا في الجيم. والفكره ان انا كنت وانا بتكلم معاه بقى في التوبيك اللي هقول لك عليها دلوقتي دي، انا كنت فاكر او متخيل نفسي وانا قاعد بتكلم دلوقتي، اللي هو انا فاكر يا زمان ايام ما كنت بتاع اه. دلوقتي بقول كده. ف يعني احساس كده حلو، بس انا حلو. وصلت اللي انا كنت عايز مم. اعمله يعني بشكل كبير. هو كان بيقول لي انت، انا كنت بفكر بقول انا عايز انزل فيديوز اتكلم فيها. مم. عايز اتكلم، ما انا كنت كل حاجه عمري ما طلعت اقول حاجه بصوتي. فقال لي قلت له مش عارف اتكلم عن ايه. واحد صديقي كنا قاعدين بندردش كده بعد التمرين، يعني حتى ما كناش بنتفرج مع بعض يعني كده في التشينج روم. فقال لي جرب اتكلم، انت عندك حاجات كتير قوي تتكلم عنها، انت واقف يعني بحر كونتنت. مم. قال لي انا كنت قاعد بتكلم معاه، كان بيسالني في حاجه في البنش تقريبا ولا ايه، فقعدت ارد على سؤاله. قال لي بص، انت قلت لي عليه ده كميه كونتنت. قال لي انت قلت لي كميه، انت الكونفرسيشن الخمس دقايق اللي احنا اتكلمناها دي انت ممكن تطلع بكميه كونتنت منها. انت قلت معلومات كتير قوي انت مش واخد بالك. مم. فقلت ده اللي هو ايه ده بجد، طب اجرب. قعدت افكر في الموضوع كده شويه، جربت اعمل شويه درافتس. في الاول كنت بحط التليفون على المكتب بتاعي كده. كان التليفون حتى الكاميرا بتاعته مش كويسه، مم. الكواليتي كانت سيئه والاضاءه بداية أي حد يعني بدايه اي حد. اسند التليفون كده وبتاع واروح اكلم البتاع كلامي ممل جدا. مفيش كليبس، مفيش بي رول، مفيش اي حاجه كده يعني. فابتدي انزل عملت فيديو كان وحش، عملت واحد تاني ما نزلتوش، تالت واحد او تاني محاولة انزل، رحت قلت ايه مم. انا انزلها وخلاص. لحد هنا لسه مفيش اي حاجة جابت خالص يعني. مم. كان اول فيديو تقريبا كان جاب 6000 فيو، مم. حاجة كده. وبعدين بدأت تنزل، بقيت بجيب 1000 فيو بالعافية وبتاع. وما كنتش كونسيستنت قوي يعني، كنت اللي هو بجرب، انا بضيع وقت يعني، مم. مش في بالي حاجة يعني. وبعدين قلت طب ما اجرب اعمل اكونت جديد. مم. كنت في بالي، انا كنت اصلا كنت بكلم في شخص يعني في حياتي، كان ساعتها قال لي جرب جرب تعمل اكونت جديد، لان انت الاكونت بتاعك قديم. وفي الالجوريزم هيبقى شايف الكونتنت بتاعتك كانها حاجه مش هياخدها بجديه يعني. مم. الاكونت مش هيتاخد بجديه. فانت محتاج تعمل اكونت جديد ومش عارف ايه. مم. قعدت افكر طب اجرب اعمل اكونت جديد ولا خليني على الاكونت ده وخلاص. انا كده كده اصلا يعني كان عن الاكونت التاني البيرسونال عليه 1000 فولور. فقلت طب
يعني ال 1000 فولور دول كلهم اصلا مش صحاب اساسا، محدش مش كتير بيتفرج، يعني يعني، من ال عادي. 1000 فولور دول ممكن 100 فان بس او لو حاجه هم. عملت اكونت جديد مش خسران بس حاجة مش يعني. خسران حاجه. فقلت يا رب ايه، يلا بينا نجرب اكونت يلا بينا جديد. اكونت جديد. حتى بنفس الاسم اللي هو تسوي ليفتس ده. وبعدين بدات انزل الفيديوز اللي انا كنت اصلا عاملها قبل كده. حطيت في بالي جول ان انا مش هيعدي يوم غير لما انزل فيديو. مم. ما فيش 24 ساعه تعدي من غير ما انزل فيديو، مم. مهما حصل السما تنطوي على الارض مم. هنزل فيديو. فبدات فعلا اعمل كده. كنت بنزل فيديوز قديمه وبعدين بدات ادخل حاجات جديده بتاع. امتى بقى اللي هو خلاص انا فاكر بقى دي عملت؟ الاول فيديو ضرب كويس كان فيديو عن اللاج درايف. مم. انا فاكره ده كويس جدا، لان هو فعلا خضني. مم. المشكله ان انا كنت نزلته. اول ما نزلته عادي ما عملش كويس، جاب 6000 فيو او حاجه كده. وانا مش فاكر في يوم كنت مزنوق مش لاقي وقت اعمل فيديو، فرحت قلت هنزل فيديو قديم. ضرب جامد جدا بقى، مم. يعني عدى ال 150 200. جاب كويس بالنسبه لي ساعتها، كان كتير مم. يعني. ف قلت بقى اللي هو اهو حاجه عملت كويس. فمسكت فيها بقى. مسكت فيها وحاولت اعمل حاجه زيها. كنت فاكر انا تقريبا الفيديو ده برضه كنت بكلم الكاميرا في جزء وانا قاعد في اوضتي، برضه نفس السيت اب بتاعي ده. وكان بحط بقى بي رول او زي مم. اوفرلايز كتير قوي على نفس الكليب. مم. بس جربت بقى اجرب حاجات زيها كتير. طب اتكلم عن ايه تاني؟ توبكس اللي هي عن الباور ليفتنج وبتاع الكلام ده كله على الاكونت الجديد برضه زي ما قلت لك كده. لحد ما وصلنا بدأنا واحدة واحدة كده، ايه اللي هو يعني من الآخر تجرب 10 حاجات، واحدة فيهم تعمل أحسن شوية من التسعة التانيين، تعمل نمسك 10 فيها زي دي. وهكذا وهكذا. لحد ما وصلت بالظبط اللي لحد ما انت وصلت قاعد قدامي ده. إلى حد ما. يعني الناس الحمد لله في كتير بيقولوا إنهم بيستفيدوا جدا من الكونتنت بتاعتي. مم. وفي ناس كتير بقى قالت لي قبل كده لو أنا دخلت في الباور ليفتنج بسببك. مم. أنا ما كنتش عارف أنا بعمل إيه وبتاع، ولا الموضوع أنا عجبني باور ليفتنج، أو دخلت في الموضوع أو لقيت نفسي في الباور ليفتنج بسببك أنت. فدي حاجة مم. طبعا بتبسطني دي جدا حاجة جدا حلوة لما أوي. أسمعها. مم. طب بس ايه الحاجة الانر تشايلد بتاعك لما بتعملها بيطلع؟ الانر تشايلد بتاعي. لا elaborate شوية على السؤال. مش مش قادر اتخيل. هو حاجة انت بتحس اللي هو لا ده مش الكاركتر بتاعي دلوقتي، ده حاجة انا بتلمسني انا وانا طفل كنت بحب اللي انا بعمله ده، وكنت ببقى مبسوط وبرتاح وبتحس نفس الاحساس بيه تاني. اعتقد ممكن اجابة على السؤال ده تبقى اللي هو لما احقق حاجة، لما اعدي زي مايلستون جديدة. مم. يعني مثلا اكسر وزن جديد، الفولور كاونت يوصل لمايلستون جديدة، الفيوز مثلا حاجة معينة، الكلاينت بيس مش عارف ايه بتاع. لما اكسر حاجة مايلستون اكسرها، هو الاحساس ده بيجي لي اللي هو انا عملتها. ده مرتبط معاك بحاجة في طفولتك، ولا دي سعادة انت بتحس بيها بس وخلاص؟ بحس بنفس الإحساس اللي كنت بحس فيه لما كنت برضو بحقق حاجة أو كده وأنا صغير. مم. يعني عامة طول عمري أساسا حتى أهلي كانوا بيقولوا لي الكلام ده، إن أنا كنت شخص كرييتيف، بحاول أعمل حاجات دايما مم. بتاع. يعني أنا فاكر قصة دايما أهلي كانوا بيكلموني فيها، بيقولوا لي مثلا أنت فاكرينك كنت تدخل المكتب بالورق والورقة ومقص ولزق وبتاع، تقوم طالع لنا بحاجة كده مم. شيب ما او بتاع. انا فاكر مره عملت بومه. جبت كرتونه مناديل أيوة. لزقت فيها شويه ورق وبتاع، عملت بومه كده. واهلي كانوا انت عملت كده ازاي؟ انت عندك 6 سنين ولا 5 سنين؟ مم. حاجه كده كانت برضو كرييتيف جدا. فاهلي دايما بيوصفوني كشخص كرييتيف جدا. فلما الاحساس بقى لو انا عملت كذا، لو بص انا اعتقد عملت ان كذا، هو انت ده نفس يعني اعتقد ان من اللحظة دي مم. لما اهلك ادوك احساس السعادة اللي انت حسيته ساعتها، من هنا اتولدت فكرة ان هو يلا نحقق حاجات مم. عشان نوصل لنفس الليفل بتاع الهابينس اللي انا حسيته ساعتها، ممكن ففضلت مكمل فعلا. معاك لحد دلوقتي. وبعدين هو برضه موضوع مربوط شويه بموضوع الكونسيستنسي اللي كنت قايل لك عليه. ان مم. هو انا في بالي اللي هو انا عايز اعمل كذا كذا كذا. انا بتخيل الموضوع كالاتي، ان هو انا عارف ان انا لو عملت الاكس 1000 مره، 2000 مره، 10000 عدد ما من المرات كبير، واحده منهم هتوصلني للهدف اللي انا عايزه. ما بتملش يعني. ما بملش. لا انا يعني بالنسبه لي انا، وحتى وانا بنزل الفيديوز الموضوع ده كان اكتر حاجه يعني البرسوناليتي تريت اللي بتكلم فيه ده كان باين جدا بقى في موضوع الفيديوز ده. مم. انا بنزل فيديو كل يوم والفيديوز مش دايما كويس، محدش مم. بيتفرج عليه، ما حدش. بس مش مهم. بس مش مهم. انا في بالي، لا انا انت عارف ان واثق انا انه اكيد في مرة مرة ما هعملها. الموضوع هيضرب شويه. اه. هو ده اللي حصل الحمد لله ماشي. يعني. لسه برضو انا مش ما بحبش اقول ان انا وصلت او عملت او كده لسه، يعني كده انا كده، ما بعيد يعني انا لسه بحس ان يعني. هو حتى لو حد احنا شايفين ان هو وصل، مم. انت ما تقولش ان انت وصل. لا وبعدين بجد، لا انا حتى مش شايف ان الناس اللي حواليا يعني مش حاسس ان انا وصلت للي هو يا نهار ابيض انت عملت واحد اتنين تلاته. مم.
مش قادر يعني حتى بالنسبه اللي هو مش بس تواضع، لا فعلا انا مش قادر اتخيل، يعني انا عايز اوصل لحاجه اكبر من كده بكتير. وده اللي يخليك مكمل عامة. بالظبط بالظبط. بالظبط. فانا يعني الحاجات اللي في بالي انا ممكن اكون وصلت مثلا 10% منها او حاجه كده، فيها كتير قوي نفسي احققها، فلسه بعيد. لسه بعيد ان شاء الله، والطريق يعني لسه في بدايته. ان شاء الله. ان شاء الله. في الباور ليفتنج في حاجة اسمها بلوكس وفيزز وحاجات زي كده. مظبوط. اشرحها لي وقول لي انا لو لسه مبتدئ بقى اقسم البلوكس دي ازاي او اعمل ايه واتمرن ازاي وكده. بص البلوكس عموما، يعني ايه بلوك؟ البلوك دي فتره تمرين، مم. بتبقى مدتها متغيره حسب اللي عمل البلوك ده ايه. يعني مثلا في بلوكس تبقى شهر، في بلوكس تبقى 3 شهرين، تبقى 3 شهور بتاع. عموما النيو سكول باور ليفتنج شويه بيبقى بلوكس اقصر شويه. فهمت قصدي؟ في ناس مثلا بتشتري بروجرام مثلا اسطمبة جاهزة او كده. هندخل شوية، ممكن ندخل قدام شوية في فكرة الرياكتيف والبرو اكتيف مم. بروجرامينج. بس عموما البلوك انت زي ما قلت لك بتبقى مدة تمرين محددة عندها هدف معين. ليها انواع كتيرة جدا بقى. يعني على سبيل المثال انت البلوك بتاعتك ممكن تبقى هدفها ان انت تحضر لبطولة. مم. يعني مثلا قبل البطوله اللي فاتت بتاعتي دي، كنت طبعا هو الدنيا لخبطت بسبب ان انا كنتش عارف انا هلعب ولا لا اساسا. بس لو يعني الدنيا كانت ماشيه كويس كنت هحضر نفسي شهر مثلا قبل البطوله، ابتدي ان انا، او ممكن شهرين حسب برضو البلوك اللي قبلها كنت بعمل ايه. يعني مثلا انا البلوك اللي قبل دي كنت لسه جايب ال 200 مم. في الجيم، او 205 كمان على الجيم. فاخدت مثلا دي لود فشويه كده اللي هو بس بقى واحده واحده كده نرجع في المود. وبدات ارجع العب سكوات وديد ليفت تاني علشان رجلي كنت مم. رجعت العب تاني بعد ما كانت مكسوره. وبعدين دخلت بقى في بداية البيك. ايه البيك دي؟ انت من الاخر كده بتبتدي بتتقل تتقل تتقل، بتحاكي الماتش او مم. البطولة اللي انت هتعملها. فبتبتدي تلعب سنجلز بقى، بدل ما انت مثلا في العادي بتلعب 4 عدات، 3 عدات، 5 عدات، ساعات 8 عدات، حسب بقى اللي انت بتعمله بالظبط. كل بلوك ليها بيك، ليها قصدي جول معين. مم. فانت عندك مثلا البيك بلوك دي مدتها ممكن زي ما قلت لك تبقى من شهرين الى شهر الى اكتر، بس مش اكتر من كده لان انت قبل كده بتعمل حاجه تانية بقى، بتبقى بيلدينج بلوك. البيلدينج بلوك دي اللي هي بتزود القوه نفسها. انت ممكن تتخيل الموضوع، ممكن يعني تبص تفكر في الموضوع، هو طبعا مش بالظبط مش اكيوريت قوي الديبيكشن دي، بس ممكن تفكر فيها ان هو زي الكات والبلك. مم. انت في البلك بتبني عضل جميل، والكات بتظهر العضل. مم. تقدر تقول عن الموضوع يعني شبه كده جدا. انت بتبيلد سترينث وبعدين بتشو السترينث ده. اثناء ما انت بتشو السترينث مش بتبيلد سترينث قوي، واثناء ما انت بتبيلد السترينث مش بتشو السترينث قوي. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال انا مثلا عايز انا دلوقتي بشيل مثلا 205 بنش، انا عايز اشيل 210. مم. فهبتدي ادخل في رينج العدات اللي مثلا رينج قصدي الوزن مثلا من 160 ل 190 او 185 او 180. بطلع نازل طالع نازل شويه كده لحد مثلا ما اوصل لرابي اور. رابي اور اللي انا مثلا عامل عدات كتيره، عدد معين من العدات جديد ما كنتش بجيبه قبل كده. مثلا انا بالنسبه لي الرابي اور بتاعي بال 180 5 عدات، اكتر حاجه عملتها. مم. فممكن مثلا احاول ان انا اجيب 5 عدات ب 185 مثلا، افضل طالع نازل كده لحد ما تيجي. نفس الكلام مثلا 130 190 اكتر حاجه جبتها كانت المفروض 3 عدات، بس العدة التالتة حصل فيها لخبطه كده. بس المفروض قول مثلا 3 عدات، فانا عايز اجيب بيها 4 عدات مثلا. بعد ما اوصل للراب بي ار بعمل دي لود واطلع تاني، اجيب مثلا 200 عدتين مم. مثلا، حسب بقى انا عايز ابيلد ولا عايز مم. ابيك. هي دي بقى التفاصيل والتكنيكس اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول. اه بالظبط. يعني صح هو كده. هو في الاول الموضوع كان ملخبط شويه، مم. بس انا بحاول ان انا افرش الموضوع. او بس الفكره في حاجه ان ناس كتير يعني الباور ليفتنج مش منتشر قوي، ففي معلومات خطأ كتير جدا. بالظبط. ف مش بس معلومات خطأ كتير جدا، لا حتى ما فيش طريقة معينة ان انت تدرس الموضوع صح. مم. عكس مثلا البودي بيلدينج، انت الموضوع اصلا سيمبل لحد ما، يعني ممكن شات جي بي تي اه يخلص بصباح الدنيا. الفل. يعني شات جي بي تي انت لو رحت تستخدمه في الباور ليفتنج انت ربنا معاك. اه اه. اسوأ حاجة ممكن تعملها في حياتك. مم. بس عموما انت بتحاول ان انت يعني عشان من الاخر كده عشان توصل للمعلومات الكافيه ان انت تكتب برنامج لنفسك، الموضوع مش سهل. يعني هل لو انا مثلا دراعي طويل مم. في رفعة معينة تبقى عالية قوي عن بالظبط. عن الاتنين مش شرط التانيين؟ 100%، مم. مش شرط 100%، بس بنسبة مثلا 98%. اه مم. يعني انت لو دراعك طويل في الغالب البنش هتعافر فيه شوية في مم. الغالب، مش شرط. حسب برضو الانسرشن بتاعت العضلة نفسها فين. يعني انت لو الانسرشن اقرب للكتف هتبقى اصعب مم. من لو مثلا انسرشن هنا.
فهمت قصدي؟ فاهم. حسب الانسرشن بتاعت العضله، حسب البايو ميكانكس دي، يعني الناس بتدرسها اصلا توبيك معقده مش سهله يعني. ف حتى الباور ليفتنج بيبقى منطبق بشكل كبير جدا على البايو ميكانكس. مهم. فمثلا الديد ليفت برضو الانسرشن بتاع كل عضله بتختلف من شخص لشخص. الطول بتاع دراعك، العرض بتاع كتفك، فاهم. الطول بتاع التورسو، كل واحد وتقسيمه كل بقى. حد سمته مهم. مختلفة. والموضوع ده عملت عنه فيديوز كتير قبل كده، ان هو كل شخص مختلف، بالتالي البرنامج اللي كل شخص بيمشي بيه مختلف. مم. طب الأوزان الكتير أوي دي مم. في أيام كتير ورا بعض مم. مش خطر؟ هي دي فكرة بقى من البرمجة اللي كنت بكلمك فيها، ان هو انت عشان تكتب بروجرام او تعمل بروجرام بنفسك محتاج حاجات كتير قوي تاخدها في الاعتبار مع بعض وتوازنها مع بعض. يعني مم. على سبيل المثال، انت عايز تعمل بروجريسيف اوفرلود عشان تتطور في الاوزان، وعايز تعمل فاتيج مانجمنت عشان ما ترهقش بدري، وعايز تعمل تقسم البلوك لأهداف عشان تبقى بتعمل حاجة بدل ما انت بتتمرن كده راندملي وخلاص. من الآخر كده انت محتاج عندك حاجات كتيرة جدا، محتاج ان انت تعمل اعتبارك ليها في البروجرام علشان يبقى البروجرام كويس. مفيش بروجرام مثالي، مفيش حاجة اسمها بروجرام مثالي، مفيش حاجة اسمها بروجرام مثالي، بس انت بتحاول بقدر الإمكان ان انت تخلي البرنامج أحسن وأحسن. مفيش برنامج وحش أو سيء، غير بقى لو انت بتعك الدنيا خالص او ماشي من غير بروجرام. بس اي حد هيقعد مع نفسه يفهم بس الف ب، هيبتدي يعمل بروجرام ممكن يمشي حلو، يمشي حلو بيه. مم. هل هيتطور بقى ولا لا؟ حسب بقى البروجرام، حسب هو جسمه مناسب أيوة، بس البروجرام. أنا دلوقتي بشيل وزن خرافي. تمام، ما هي دي بقى بشيل فكره وزن كبير أوي الفاتيج وبحزق. مانجمنت. بحزق كتير أوي. ففكرة إن هو ممكن ده يكون خطر من بره وخطر من جوه كمان، مش قوي كمجهود لان بقى على القلب ومجهود على الحاجات دي كلها اه فده. ما هي الفكره بقى ان انت جسمك بيأدابت. مم. يعني على سبيل المثال، انا لما كنت مثلا بشيل 120 كيلو على البنش غير لما اشيل 200 كيلو على البنش، جسمي اتطور، الجهاز مم. العصبي اتطور، العضلات نفسها بقت اقوى. فهمت قصدي؟ هو ده بقى اللي البلوكس بتساعد فيه، او البروجرام مم. بيساعد فيه. فبالتالي انا مش من كنت بشيل 120 كيلو لمره واحده تاني يوم رحت اشيل 200 كيلو. لا طبعا. فهنا هيطلع عيني بقى، يعني لا هنا هو في مستحيل. انت اه لو هنا انت يعني مثلا، انا دلوقتي في ناس ما شاء الله عليهم توصل البنش 250 كمان طبيعي، انا لو حطيت 250 كيلو على البنش هموت. فاهم قصدي؟ لان انا يعني جسمي مش ادابتد للوزن ده، ما اقدرش ارفع ولا العضلات تقدر تكزرت الفورس ده، ولا انا جهازي العصبي متعود على الوزن ده، ولا انا يعني لسه مثلا تكنيك ممكن اكون محتاج اظبط حاجات في التكنيك شويه، محتاج ممكن ازيد في الوزن شويه. دي نقطه كبيره، لان انت بتحاول تفل الماسكل افشنسي بتاعتك وبعدين تزود عضله وبعدين هكذا. مفيش يعني انت مش بتفاجئ جسمك باي حاجه. يعني دي نقطه مهمه قوي، لان في ناس مثلا، يعني في واحد كنت بتكلم معاه من فتره، كان بيقول لي ان هو مثلا بيجرب ماكس اوت كل يوم او كل اسبوع او كل اسبوعين او كل مرتين في الاسبوع او ده خطر طبعا. ليه؟ لان انت اولا مش بتدي نفسك فرصه تتطور من التمرينه للتمرينه. ده بيبقى اجهاد زياده عن اللازم. بالظبط، الاجهاد بيتراكم. وهي دي فكره الفاتيج مانجمنت، انت بتمانج الفاتيج، بتمنعه من ان هو يتراكم عليك. انت قصدي هو بيتراكم كده كده، انت مهما عملت الفاتيج هيتراكم. تحاول بقى ان انت تريجليت او توازن الفاتيج ده مم. بحيث ما ياثرش عليك بشكل سلبي. انت قصدي بتحاول يعني من الاخر كده ريكفري. انت مثلا مم. زي ما في الجيم العادي وفي الباور ليفتنج برضه بتاخد ايام ريست اكيد، لازم برضه بتمانج بقى الفاتيج بطرق مختلفه. الفاتيج مانجمنت دي اساسا توبيك، يعني ناس كتير قوي مش فاهمها كويس. يعني في ناس، يعني هو الموضوع بيحصل على ليفلز كتير في نفس الوقت. ازاي؟ انت الفاتيج بيتراكم عليك في التمرين نفسها، فانت بتاخد ريست ما بين المجاميع، وبيتراكم عليك من يوم ليوم فانت بتاخد ايام ريست، وبيتراكم عليك من اسبوع لاسبوع او من بلوك لبلوك فبتاخد ديلود، مم. وبيتراكم عليك من مثلا يعني مجموعه بلوكس فبتاخد بلوكس فكرتها كلها على بعض اساسا ديلود. انت بتاخد ديلود بلوك. طبعا مفيش حاجه اسمها ديلود بلوك بمعنى الكلمه كده، بس لو بتاخد مثلا حاجه اسمها هايبرتروفي بلوك، انت بتلعب مثلا عدات اكتر، بتريح العضله من السنجلز او بتريح الجسم من السنجلز، بتريح الجهاز العصبي من الانتنسيتي العاليه، بتوصل برضه الانتنسيتي العاليه بس توصلها على عدات اكتر، فبتركز على العضل اكتر من الجهاز العصبي. فاهم قصدي؟ بتتطور في الحجم العضلي، وبتريح شويه الجهاز العصبي او مش بتريحه، يعني بترخيه شويه كده. فهمت قصدي؟ انت عموما عشان تتطور، انت يعني من الاخر كده المفتاح بتاعك في الباور ليفتنج ان انت بتحاول ان انت تسبب اجهاد على الجهاز العصبي من غير ما تسبب اجهاد على العضل بقدر الامكان. انت لو تقدر تسبب اجهاد مم. على الجهاز العصبي بس تتطور باسرع معدل ممكن.
مهم. مثلا. يعني مربط الفرس في الموضوع الجهاز العصبي. الجهاز العصبي من غير ما تجهد العضله. مم. بس ساعات طبعا انت عايز بقى كده الجهاز العصبي اجهد زياده، فانت محتاج تخفف عليه، فتبتدي تلعب هايبرتروفي مهم. عشان تخفف شويه الجهاز العصبي، وتقل على العضله نفسها عشان تتطور في العضله، عشان بعد كده تملى تاني الماسكولار افشنسي. مهم. وهي سايكل. هي سايكل زي ما قلت لك، زي السايكل بتاعت مثلا انك بتبيك وبتبيلد وبتبيك وبتبيلد. هي كده. مهم. فهمت قصدي؟ هي دي فهمت. البرمجه بشكل مبسط جدا. طبعا فهمت. بقى كل الكلام ده هتعمله ازاي، او هتقسمه ازاي، او يعني من الاخر كده انت عندك ادوات كتير، وبقى هتستخدم الادوات دي ازاي. هي دي بقى اللي بتيجي هي شويه دي من بقى الخبره. بالظبط. ايه اكبر غلطة الباور ليفترز بيعملوها في البدايات؟ والله دي يعني هي اجابه واحده. ملهاش اكتر، ملهاش غير كده: الايجو. مهم. الايجو بس. اللي هو حد يجرب: انا عايز اماكس اوت، انا عايز اجرب مش عارف ايه. يشيل اخره، سواء بقى هيجيب اخره كل فتره قصيره، يعني مثلا زي اللي قلت لك الشخص اللي بيجيب اخره كل اسبوع ده ايجو. ان انت تجرب تماكس اوت من غير ما تبقى صلحت المشاكل بتاعتك في الفورم، ده ايجو. مهم. انك تجرب يعني هو تجرب مثلا انت المفروض الاتمت البي ار بتاعتك 125، تجرب 140، لو يلا دول 15 كيلو، لا مش 15 كيلو. هذا كله ايجو. مم. فهي دي الفكره. يعني لسه بقول لناس كتير حواليا. أنا لسه النهارده قبل ما اجي على طول كنت لسه بقول لكلاينت: سيب الايجو على الباب. مم. سيب الايجو على الباب وانت داخل الجيم، سيب الايجو على بره. ما تجربش تماكس اوت. مفيش حاجه اسمها لا طب انا كنت مع صحابي وكنت نفسي اجرب مش عارف ايه. المنظر ده بشوفه كتير جدا في الجيم، وبيبقى مؤلم بصراحه انك تشوفه. العين. مؤلم للعين. ان انا مثلا دلوقتي انا قاعد بلعب السات بتاعتي عادي، فشايف الناس جنبي مثلا على الديد ليفت: يلا حط 180، هو مش عارف ايه. طب انت البي ار بتاعك كام؟ مم. 150. قصدي 30 كيلو يا حبيبي، دول 30 كيلو. متأكد انت مش فاكهة هم. لا وبعدين حتى بقى مع الاوزان الخفيفه، مثلا واحد كاتب له مثلا البروجرام: انت عندك النهارده 85 كيلو تلعب بيها ثلاث عدات وات ايفر. مم. يقول لك يقوم حاطط 90 كيلو. يا حبيبي 5 كيلو دي تفرق. مم. هي دي تفرق جدا كمان. ان ده حمل عليك. فهمت قصدي؟ فانا مثلا يعني التشجيع والناس والهيلة اللي بتبقى حوالين اللي بيشيل ده، دي حاجة سلبية؟ لا مش سلبيه، لكن لازم تبقى بطريقه صح. مم. يعني بص، انت دلوقتي المشكله اكبر مشكله بتحصل ان الناس بتحط، يعني بتمشي من غير بروجرام مثلا او كده، وتسيب البروجرام وتعمل حاجه بتريليس دوبامين اكتر في جسمهم. بتتغاشم يعني. بتتغاشم. لو انا يلا بينا عايز اجرب اجيب اخري مش عارف ايه بتاع. فده يعني لو معمول بطريقه صح هتتطور. مم. بس لو معمول بطريقه غلط، اللي هو من غير بروجرام، من غير ما تتبع الخطه بتاعتك، من غير ما تظبط تصلح الفورم الاول او كده، هيجيب اصابات. بالظبط. هو دي نقطه اصلا ناس كتير جدا 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 فاهمها غلط عن الباور ليفتنج. ان هي اوزان تقيله وخلاص. لا الموضوع مش كده خالص. مم. يعني انا مثلا في الهاي ليفل بتاع الباور ليفتنج، مش هاي ليفل حتى، اللي هو العادي يعني، حتى لو انت لسه مبتدئ، بتماكس اوت كل شهر شهرين ثلاثه، قليل قوي. مم. في الهايست ليفل اوف باور ليفتنج انت ممكن تماكس اوت مرتين في السنه، ثلاث مرات في السنه. مم. اه لان انت طبعا مثلا لو حد بيسكوات 350 400 كيلو، مش هيقدر ان هو يماكس اوت كل شهر. مستحيل، لان ده بيبقى مجهد جدا على الجسم. السوشيال ميديا ليها تأثير سلبي على الحوار ده. اكيد. اكيد يعني اللي هو جدا. الناس عشان انا بس مجرد بتصور، مم. ومجرد في كاميرا، ومجرد الفيديو اللي انا بصوره ده هخلص وانزله على السوشيال ميديا وبتاع، فبتتسحل في حوار ان انا اشيل فوق طاقتي او شيء، اشيل زياده عن اللزوم. اكيد. اكيد مم. ده بيحصل. يعني بالنسبه لي انا لا، مش بيحصل معايا انا، مم. يعني لان انا ببقى متبع البروجرام بتاعي مهما حصل. فهمت قصدي؟ واللي المفروض اي باور ليفتر شاطر لازم يعمل كده. مم. بس بشكل كبير جدا ده بيحصل للاسف. لان السوشيال ميديا خلت الناس فاكره ان هو لا ده مثلا 100 كيلو بنش دي ولا حاجه. مم. لا 100 كيلو مش بنش مش ولا حاجه. انت لو دخلت الجيم، انا افريج داي جيم افريج، مش جيم باور ليفتنج، جيم عادي، هتلاقي مثلا من ال 50 شخص اللي موجودين، خمسه اللي ممكن يجيبوا 100، ده اذا جابوها. مم. منهم اتنين بيجيبوها ايكو. فاهم قصدي؟ فهي دي المشكله، ان هو لا انت مش لا انت مش ضعيف زي ما انت فاكر. مم. الناس انت مش انت بس مركز مع الناس الاقوياء جدا، فانت فاكر ان هم في كل حته، ان هم كلهم على بعض قد كده، خمسه سته مثلا. فاهم قصدي؟ مم. فانت مثلا لو فتحت السوشيال ميديا، شفت الناس اللي عاملين اللي اوزانهم تقيله دي كلهم ورا بعض، شفت مثلا هم مثلا خمسه اللي بيبنش 200 كيلو مثلا، فانت شفتهم كلهم ورا بعض هتحس ان 200 بقت عاديه. وانا شفت واحد طبيعي بيشيل 100، مستواه مش يعني اكستريم، مستواه كويس جدا بس مش اكستريم حاسس قوي. دي اكتر حاجه سلبيه،
اصلا على السوشيال ميديا، حتى في العموم مش اكيد الباور طبعا، ليفتنج بس مثلا. اه اكيد اكيد. هو كله بقى معاه عربيات، كله بقى بيسافر بالظبط، دبي نفس مش عارف نفس يعمل الحاجه. ايه، لا مش فاهم. كل حد معاه اه. عربيات، ولا كل حد انت لو بص من الشباك اه. هتلاقي الناس يعني الدنيا مش زي ما انت متخيل. وهي نفس الحاجه، بص بره، بص حواليك، شيل راسك، شيل وشك من التليفون اه. وبص حواليك، هتلاحظ ان هو لا، انت مش سيء قوي كده زي ما انت متخيل. وانت لو شايف انك سيء او شايف، اشتغل على نفسك اكيد طبعا، حسن من نفسك، لكن بالطريقه الصح عشان تتطور فعلا الجنه خلاص بقى. الكابتن بتاعي كان بيقول برضه حاجة شبه كده جدا، اللي هو اللي بيطلع بسرعة بينزل بسرعة. بالظبط يعني بالظبط. هي دي يعني لو انت لو خدت وقتك في طلوع كل سلمة واحدة واحدة، حتى لو اللي حواليك كلهم طالعين زي الصواريخ، بص وانت الوحيد اللي ماشي خطوة خطوة اه وسلمة اه. سلمة، لما انت توصل كل دول هيبقوا الصواريخ بنزينهم فضي ووقعوا، بالظبط. وانت اللي هتقدر يبقى تكمل. عندك بالظبط استمرارية اكتر منهم بكتير. عشان كده انا شايف ان بصراحه الكلام ده مش كلامي انا، يعني الكلام ده كلام بتاعت ناس ال انجح ناس في الدنيا بيقولوا الكلام ده في بودكاست وفي فيديوز وفي تويتس وهكذا، ان هو مفتاح اي حاجه تنجح فيها هي الكونسيستنسي بس. بالظبط. انت ولا محتاج تبقى ذكي جدا، ولا محتاج تبقى شاطر جدا، ولا محتاج تبقى محظوظ جدا. هي فوليوم، انت محتاج فوليوم، محتاج مم. كونسيستنسي. عشان كده مثلا الفيديوز بتاعتي انا كنت ده اللي مركز عليه، انزل كل يوم مهما حصل، مهما السما انطبقت على الارض هنزل فيديو كل يوم. مم. ليه؟ لان الكونسيستنسي، لان هو ده اللي هيجيب النتيجه. انت بالظبط. مثلا لو عندك 1%، ولاش 1%، 0.01% شانس انك تكسب او تنجح في كل مره، فانت لما تعملها كل يوم هتزيد. بتكومباوند مهم. وهتوصل. انت قصدي؟ بالظبط. بس فده الكلام ده بقى زي ما قلت لك كده في الفيديوز، زي ما كنت لسه بتكلم فيها من فتره، ودلوقتي برضو حتى في الجيم. انت خطوه صغيره، خطوه صغيره زياده كل يوم، تفرق. احسن ما انت تقول طب يلا بينا حط يلا 180 كيلو 200 كيلو. طب انت بتعمل ايه؟ بالظبط. بس انت ما شاء الله لعبت بطولة، الحمد لله. آه... ورجلك مكسورة. و شفت لك فيديو، مم. كنت انت بتقول ان في البنش بالذات الرجل مش مجرد بتثبتك وخلاص، لا اه الرجل اه. ليها لاج دور، درايف. وبالظبط وعامل مؤثر قوي في الرفع. اكيد. فانت لا منين لعيبه برجلك مكسوره ومنين ما تقول؟ هو دي الفكره بقى اللي انا انت عندك في البنش في فاريشنز، مم. اي رفعه عامه ليها فاريشنز. يعني مثلا على سبيل المثال السكوات، في السكوات العاديه وفي البوز سكوات. البنش عندك التاتش اند جو، وعندك العادي اللي هو المفروض بوزد. ودي نقطه على فكره ناس كتير مش عارفاها، ان هو البنش المفروض دايما يبقى بوزد. ما مم. ينفعش تخبط الوزن صدرك وتطلع، ده مش صح، ولا كومبيتيشن ستاندرد، ولا مم. هيفيدك اصلا، ولا مشاكل كتير يعني. ف في فاريشنز بقى لكل حاجه. يعني في مثلا البنش، في التاتش اند جو، في مش عارف ايه. من الفاريشنز بقى بتاعت البنش مثلا حاجه اسمها لارسن. ايه مم. اللارسن دي؟ ان انت بتبقى رافع رجلك من على الارض، بتلعب من غير لاج درايف، بتشيل اللاج درايف من الموضوع. انا بقى ما كانش عندي اختيار اه. رجلي كانت مكسوره. مم. فانا كان عندي اختيارين، يا اما اجرب حظي واجيبها، احاول اشيل الوزن المطلوب مني لارسن، يا اما اقعد في البيت. مم. فانا قلت لا، يعني انا عايز give اجربها. it a chance. هي يعني انا اصلا كان الرقم التأهيلي 185. انا كان ساعتها البنش بتاعي كنت 190 اعتقد، ما كنتش لسه جبت 200، كنت في البلوك اللي طالع بيها اللي انا اجيب 200. مم. كنت بعمل بيك، كنت عايز اجيب 200 وبعدين ابتدي البلوك التحضير للبطوله، التجارب بقى بتاعت البطوله في شهر 11 أعتقد، شهر 11 مم. علشان كنت عايز اشيل الرقم التأهيلي 185. كان بالنسبه لي سهل لحد ما يعني. رجلي كسرت، كسرت باكتر طريقه يعني مش متوقعه في الدنيا. بس انا طبعا يعني ايه متقبل طبعا قدر ربنا يعني. مم. ودخلت، بس دخلت بيها البطوله، وعملت ايه بقى في البطوله اللي دي؟ حصل بقى ان انا مم. فعلا يعني كان ساعتها بقى جاي قرار، هل اقعد في بيت ولا اجرب مم. العب لارسن. طبعا هو البطوله مفيش حاجه اسمها لارسن او مش لارسن، انت بترفع الوزن بنش، مم. وعندك قوانين معينه لازم تتبعها عشان العدد تتحسب. من القوانين دي انت ما ينفعش رجلك ترفع من على الارض مم. اصلا. فانا رجلي لازم تبقى لامسه الارض، لو اترفعت مش هتتحسب. وهو ده اللي حصل. مم. انا حضرت للبطوله لارسن. اصلا انك تحضر لارسن دي يعني، اصلا لارسن بيبقى سنسيتيف اكتر من البنش العادي. يعني الاصابات بتاعته بتحصل فجاه كده، مش بتحس بشويه شد وبتاع. بس الحمد لله ربنا ستر. مم. شلت 180 في البنش في الجيم لارسن. مم. 185 ما طلعتش بيها للاسف، كان قبل مم. البطوله بثلاث ايام تقريبا. فهو كان بص على الحركرك. مم. رحت البطوله، لعبت اول محاوله ليا كانت 175. انت في البطوله بيبقى عندك ثلاث محاولات، مم. ولكل محاوله بيبقى عندك ثلاث حكام بيقولوا اتحسبت ولا ما اتحسبتش. ولو جالك خطأين بتتحسب خطأ. مم.
يعني طبعا كل واحد ماسك بتاع زي بتاع ده اسمه ايه، علم اه. ابيض او احمر صغير كده، او في البطولات الكبيره بيبقى فيه زرار يعني مم. ابيض او احمر، ولو اكتر من اتنين حمر ما تتحسبش، لو اكتر، لو اتنين بيض بيتحسبوا او تلاتة بيض بيتحسبوا. مم. جميل. المهم يعني، فانا الاولانيه تقريبا كان اتنين بيض واحده حمر، فاتحسبت. حلو. التانية اللي هي كانت اول اتمت 175، انا رقم التأهيلي كان 185، مم. فتاني اتمت دخلت 185. جالي كان واحده بيضه واتنين حمر. مم. فليه رجلك اترفعت من على الارض؟ طب انا رجلي مكسوره. بسرعة يا عم. اعمل ايه تاني؟ مفيش اه. قانون، مفيش مم. مفيش خالص. بس فقلت طب هخش التالتة 185 تاني واتاكد ان رجلي ما تترفعش. ما جاتش التالتة، ما جاتش مم. اصلا. يعني اصلا التانية كانت بطلوع الروح، يعني كانت ار بي 10. الار مم. بي ده اللي هو مقياس الشدة، فكانت اللي هو خلاص الماكسيم اللي مم. هو كيلو كمان مش هتطلع. وما ظبطتش معاك في البطولة دي يعني. فما اتحسبتش. مم. فكده انا المفروض الرقم اللي انا محسوب لي 175، مش الرقم التأهيلي، فخلاص كده انا المفروض ما تأهلتش مم. للبطولة اللي هي بتاعت كأس العالم نفسها. كلمت بقى في زي يعني كذا حد، اللي هو يعني الناس اسمها ايه تنظيم او الناس في التنظيم، اه اللي مم. هي اسمه ايه يا ربي، الكوميتي يعني. ماشي فاهم. ماشي اه قشطة عادي. اسمها ايه، لا استنى، المهم يعني الناس في الاتحاد يعني. ماشي. كلمتهم، قلت لهم واحد اتنين تلاتة، وانا رجلي المفروض اترفعت، بس انا طلعت بالوزن و175 ومش عارف ايه. قال لك في الاول لا مفيش التماسات خالص، مفيش مهما مم. عملت مستحيل. وبعدين رجع قال لك طب لا ممكن. مم. وانا قال لك طب بص هنبص على حالة حالة، عشان كان فيه 50 التماس اه. متقدم وانا منهم. لحد قبل البطولة بثلاث ايام بالظبط، راح قال لي بكلمه في التليفون، قال لي اه انت هتلعب بجد والله. ما قلتش ليه يعني. بجد انا اه. هلعب، طب كويس والله. اه. بس فدي كانت في التأهيل، يعني دي لا دي التأهيل للتجارب نفسها بقى. يعني اه. انا لعبت تأهيل اي حد يخشه عادي، مم. ولازم تشيل رقم عشان تتأهل تلعب في كأس العالم. حلو. رحت البطولة، حملت بقى كرب جامد يعني، اكلت بقى، بص اكلت كل كل اللي نفسي. تحميل الكرب اه متينة. بالظبط كده. رحت البطولة، دخلت أول محاولة ليا. كنت ناوي أفتح أول محاولة 180. مم. زي ما قلت لك 180 بالنسبة لي وزن مش تقيل قوي، ممكن أفتح بيه عادي يعني. بس كان في مشكلة، إن أنا كنت قايل لهم إن الرقم اللي هفتح بيه 180. مم. رحت لاحظت إن البنش بيزحلق شوية، فدي كانت مشكلة. فقلت طب هعمل إيه بتاع، قلت بص أنا هفتح 170 حلو. ونشوف الكلام على إيه. عشان إيه، أنا عارف إن 170 دي لو السما انطبقت على الأرض هعرف أطلع بيها ولا الورثة. حلو. قشطة. فرحت غيرتها ل 170، وطلعت بيها كانت سريعة جدا الحمد لله، بس الجلوتس رفعت من على البنش. مم. طبعا دي كده اتخطأ برضو البتاع، فكانت 1 وايت لايت و2 ريدز، اللي ماشي. هو خطأين فما تتحسبش. مم. فقلت طب انا هعمل ايه كده، انا كنت عايز اجرب 200. مم. فانا عندي هم ثلاث محاولات، الاولى فاضل لي راحت ما اتنين بس. اتحسبتش. فقلت طب التانية هطلع ل 180 بس، مش هنط ال 185 زي ما كنت ناوي. انا كنت ناوي اصلا 180 190 200. مم. حطيت 180، قلت لا خلينا كونزرفتيف شويه، علشان انا هلعب برضو ايه من غير لاج درايف يعتبر، مم. عشان خلاص انا عارف ان انا الجلوس لو اترفعت شويه او اتحركت مش هتتحسب. شويه او اي مش هتتحسن. فقلت خلاص هلعب 180 بس. دخلت 180، اتحسبت لي الحمد لله. بس يعتبر لعبت من غير لاج درايف خالص يعني، مم. ما زقتش خالص تقريبا. كانت تقيله، حسيتها تقيله وكانت صعبه يعني، كانت بطيئه شويه. مم. فقلقت، فقلت خلاص هخش 190، مش هجرب ب 200. مش هتوصل 200. اه وبعدين قعدت رايح جاي كده بقى، اللي هو طب انا عايز اجرب ال 200. طب انا حاسس بنفسي، انا لسه ما دخلتش في المود اساسا. انا لو دخلت في المود انا لسه ولا يعني اتحمست ولا شميت امونيا ولا عملت. انا لو دخلت في المود هقدر ازق اكتر من كده. وبعدين لاج درايف، انا ممكن ازق لاج درايف، مش مسموح لي ازق لاج درايف عادي، بس الجلوس اترفع. فلو مم. ركزت بس ان انا اخلي الجلوس ما يترفعش وازق اللاج درايف هتتحسب عادي. مم. فقلت طب خلاص بص احنا نتوكل على الله واسمي الله كده كويس ويلا بينا. رحت قلت لهم لا غيروا لي المحاولة خليها 200 مش 90. حلو. والحمد لله جت، الحمد ما لله شاء الله. جت كويس جدا كمان. بصراحة كنت متحمس، كنت مم. مبسوط جدا لما عرفت ان هي اتقبلت يعني. حتى في الفيديو كنت ازعق كده ايوه. وبتاع. لا كانت الحمد لله، كانت لا احساس كده بس ما يتوصفش هو ده بصراحة. الإحساس اللي أنت حسيته وأنت صغير. بالظبط، هو ده بالظبط، هو ايه ده انا عملتها بجد. اه. بس ما شاء فانبسطت الله. الحمد لله، انبسطت ما جدا شاء الله. جدا يعني. وبعدين بقى حاجة زيادة كمان برضو كانت سربرايزنج جدا بالنسبة لي، انا خدت باس ليفتر كمان. اه.
الباس ليفت دي بتتحسب بحاجه اسمها دوتس. الدوتس ده زي سكور كده، بيتحسب حسبه معقده شويه كده، ان انت بتضرب، مش فاكرها بالظبط، بس تضرب 500 في رقم الشيلد وتقسمه على مش عارف ايه، مم. في كوفيشنت. الكوفيشنت ده بيبقى الرقم بتاعك، وزنك انت عشان القوة سكوير. النسبية بتاعت اه الناس كلها مع بالظبط. بعض تبقى مظبوطة. بالظبط، يعني اتحسبت لي دوتس كان تقريبا 111 100 وحاجه. طبعا وزن، طبعا دوتس قليله لان البنش بس. يعني مم. الدوتس زي ما انت المفروض تتحسب على الثلاث رفعات بس، بيحسبوها برضه مم. للرفعه الواحده. ف بالنسبه لوزن جسمي مش عارف ايه، الدوتس كانت تقريبا 115 112 حاجه كده يعني. ودي كانت اعلى دوتس ما شاء الله. في الجونيورز كلهم للبنش بس. ودي طبعا حاجه كويسه جدا، لان زي ما قلت لك هي اساسا بتفضل الناس الخفيفه. يعني انت زي ما قلت لك لو وزنه واحد 100 وزنه 70 مثلا رفع 140، ده كده دوتس عالي جدا، فان مم. انا اكسبه دي الحمد لله شرف يعني. مبروك الله يبارك فيك. بس فهي دي وده اللي حصل يعني في البطوله الحمد لله. بس ليه في ناس بتلعب بنش تمام، بس بتتطور لحد ما تقف في حتة معينة، وبعد كده خلاص ما بتتطورش أكتر. و... وليه في ناس تلعب بنش كتير ومش تتصاب. هو الموضوع ينطبق على البرنامج بتاعك في الاول وفي الاخر. يعني هو كل حاجه ترجع للبرنامج. ودي نقطة عامة أنا بتكلم فيها كتير، اللي هو لأ، ما تحاولش إن أنت تهبط من عندك. حاول دايما إن أنت تمشي على بروجرام يكون كويس. مم. آه، لأن بمنتهى البساطة أنت لو حاولت في ناس مثلا كتير بتحاول تمشيها مع نفسها كده وبتاع، وتبلاتو أو تخبط عند وزن ما تعرفش تتطور من عليه. مم. ليه؟ البرنامج وحش بمنتهى البساطة. أو في ناس مثلا تلعب بنش كل يوم ومش عارفين هم بيعملوا إيه، يتصابوا. مم. في قوانين كده مثلا انت لازم الفاتيج مانجمنت او ريجوليشن، اللود ديستريبيوشن، الكلام ده كله لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه عشان تتطور. انت قصدي يعني مثلا الكلام ده بقى طبعا مش على البنش بس، الكلام ده لاي رفعه يعني. ان انت البرنامج بتاعك فيه نوعين برمجه: رياكتيف بروجرامينج وبرو اكتيف بروجرامينج. ايه الفرق؟ الفرق ان انت البرنامج بيتغير ولا مش بيتغير. مم. رياكتيف بيتغير، برو اكتيف مش بيتغير، من الاخر. فانت عندك البرنامج اللي هي الحاجات الاسطمبه 531، كانديتو، مش عارف البرامج بقى اللي هي في مليون برنامج ما الناس تشتري من على النت، مثلا بيقول لك بص جمال براونر بيلعب بالبرنامج ده فانا هلعب. لا، مم. هو مش بيلعب بالبرنامج ده، هو بيبيعه بس. هو مش هو اللي ده مش هو مستحيل يكون بيتمرن كده ويكون بيرفع الاوزان دي مهما حصل. مم. لان البرنامج بمنتهى البساطه هو معمول ان هو ينفع كل حد، بس ده معناه انه عمره ما هيوصلك لاحسن حاجه ممكنه. فبالتالي هل ينفع كل البشريه تمشي على نفس البرنامج الغذائي؟ مستحيل، لان انت محتاج كالوريز مختلفه عن ده، محتاج بروتين مختلف عن ده، بتكت ولا بتبالك مش عارف ايه، نفس الفكره. فهو ما ينفعش ان كل حد يمشي على نفس البروجرام. فهمت قصدي؟ او ما ينفعش انك تمشي من غير بروجرام خالص. فالبرو اكتيف بروجرامينج هو انك من الاخر كده يا اما تاخد برنامج جاهز، يا اما تروح لحد يعمل لك برنامج وتاخده منه وخلاص كده، وتروح تتمرن بيه بقى مثلا شهر مم. شهرين. ال 6 ويك بروجرامز، ال 8 ويك بروجرامز، مش عارفين اللي بتشوفها لما بتتباع مثلا دي حاجات برو اكتيف مم. مش بتتغير. يعني انت مفيش متابعه من الاخر. مم. هو البرنامج معمول مره واحده، سواء بقى يعني لو مش مخصص ليك فده كده سيء جدا جدا، لو مخصص ليك فبيبقى احسن شويه، بس برضو عمره ما هيبقى احسن حاجه. مم. ماشي. بس عمره ما هيبقى احسن حاجه انك تطور باحسن معدل ممكن يعني. مم. فهمت قصدي؟ فده كده البرو اكتيف بروجرامينج، هو برنامج اسطمبه من الاخر، هو معمول مره واحده، اتكتب مره واحده هتمشي عليه وخلاص. مستحيل طبعا تتنبأ باللي هيحصل في المستقبل، فهو عمره ما هتبقى احسن حاجه. الرياكتيف بروجرامينج بقى هو ان البرنامج يتغير حسب المدخلات اللي بتيجي كل يوم، زي مثلا انك اكلت كويس ما نمتش كويس. عشان كده مثلا انا متابع يوميا مع كل الكلاينتس بتوعي، مم. بعرف هم اكلوا ولا لا، ناموا ولا لا، عملوا ايه بالظبط. هو ده الفكره من الرياكتيف بروجرامينج. بيتغير بقى حسب كل المدخلات دي، بحيث تفضل تتطور باحسن معدل ممكن مهما الظروف بقى عامله ازاي. مم. فهمت قصدي؟ لو البرنامج مش عامل حسابه على الظروف دي هتخبط في بلاتو، او بالظبط. مش هتتطور او هتتصاب او. فهو دي الإجابة يعني بتاعت ليه الناس بتقف اه. عند حته معينه وما تتطوروش؟ مم. عشان مشكله في البروجرام. بالظبط. محتاج البروجرام محتاج يبقى احسن، ومحتاج يبقى رياكتيف عشان مم. بيتغير حسب الاداء بتاعك. فهمت قصدي؟ فاهم. ومن ناحيه بقى البنش كل يوم برضه في شويه قوانين كده، ان ما ينفعش مثلا تثقل عن كذا، ما ينفعش تغير الار بي اي، ما ينفعش يبقى رقم معين كل يوم او كل شويه، لازم تخفف شويه، لازم تعمل كذا لازم تعمل كذا.
هكذا لازم تنام كويس، مش كل حد ينفع اصلا بنش كل يوم. فاهم مم. قصدي؟ فانت من فاهم. الاخر كده، انت لو عايز تمشي كويس فانت لازم تبقى حاجه من حاجتين: يا اما تمشي مع مدرب، يا اما تروح تفهم انت بتعمل ايه. بالظبط. ما تبطل هبد بالظبط. فاهم. علشان تفهم انت بتعمل ايه، عشان تتطور كويس، ولا تبلاتو ولا تجيب نفسك اصابه. ومثلا البنش ينفع انك تلعبه كل يوم فاهم. من غير ما تتصاب وهكذا، عشان انت لو مش عارف القوانين بتاعته ومش عارف البرنامج تغيره ازاي حسب هتصاب. المدخلات الجديده دي، يا هتتصاب يا مش هتتطور. بالظبط. ليه الديد ليفت اكتر رفعة مرهقة عصبيا؟ هي مش اكتر عضله رفع مرهقه عصبيا لوحدها، هي والسكوات الاتنين مرهقين جدا، انت جسمك كله شغال. مم. فاهم قصدي؟ انت الديد ليفت والسكوات حرفيا جسمك كله شغال 100%. انت لو شفت مثلا في دايجرام كده بتشهر فتره كده، كنت بتشوف العضلات اللي شغاله في الديد ليفت، جسمك كله شغال، مفيش حاجه مش مم. شغاله. فده جسمك هي كومباوند ليفت. فاهم مم. قصدي؟ البنش برضه كومباوند ليفت، يعني هما سكوات وبنش الديد ليفت هما كومباوند ليفت اساسا. بس بيبقوا يعني من الاخر كده السكوات والديد ليفت كومباوند اكتر. مم. الديد ليفت ممكن تبقى اكتر رفع كومباوند فيهم، لان انت كل حاجه شغاله، فممكن بالظبط. تبقى مجهده اكتر لناس. هي بتبقى اصلا مجهده للناس اكتر من الناس، حسب برضو انت جسمك عامل ازاي، يعني برضو حسب نرجع للبايوميكانكس. مم. فانا مثلا الديد ليفت بالنسبه لي مجهده جدا، مم. علشان بتطلب مجهود كتير من جسمي عشان اطلع بالوزن، عشان دراعي قصير، عشان الليفرج بتاعي مش احسن حاجه. مم. عكس السكوات نص نص، مش ولا هي مجهده قوي بالنسبه لي انا يعني، ولا هي برضو سيئه جدا. بالنسبه لناس تانية مثلا الفيمر طويل اكتر من فيمر طويل جدا، فان هم يجيبوا دبث مجهد جدا بالنسبه لهم. فبالنسبه لهم اه. رفعه السكوات دي بتبهدلهم، مم. فدي هتبقى مجهده اكتر، فهمت. هتسبب اجهاد اكتر. فده كله لازم يكون معمول حسابه في البروجرام علشان تتطور. مم. بس كلام للبنش وهكذا. ليه السومو ديد ليفتس بيعتبروها غش؟ بص الموضوع ده في آراء كتير. مم. هل فعلا يعتبر غش ولا لأ؟ أنا شايف مش قوي، لأن هو بمنتهى البساطة أنت أي حد بيدخل بطولة، مفيش بطولة في العالم بتبقى ديد ليفت بس، مم. قصدي كونفنشنال بس. يعني ممكن مثلا تبقى بطولات اللي هي معمولة بقى سترونج مان بس مثلا أو كده، هي أو بطولة ديد ليفت بس مثلا معمولة في جيم كده ولا حاجة، هي دي اللي بتبقى مانعة السومو مثلا. مم. بس بشكل كبير جدا اي مكان، اي بطوله ينفع تلعب فيها سومو ينفع تلعب فيها كونفنشنال. فهي لو غش هتلاقي كل حد بيلعب سومو. مم. مش كل حد بيلعب سومو، الاغلبيه بيلعبوا سومو بس مش كلهم. فهمت قصدي؟ هل هي بتحسن او بتخليك تشيل اتقل؟ لاغلبيه الناس اه، مم. بس مش كل حد، حسب الليفرج بتاعك برضه. مم. يعني انت لو مثلا ال- كتفك عريض في الكونفنشنال هتبقى احسن شويه حلو. مثلا، من ناحيه البايوميكانكس. في حاجات، يعني مثلا انت لو دراعك طويل ممكن تستفيد اكتر في الكونفنشنال من السومو مم. مثلا، حسب العضلات اللي عندك القويه، حسب الموبيليتي بتاعتك عامله ازاي. يعني السومو بتبقى اصعب او تكنيكال اكتر من الكونفنشنال. الكونفنشنال تطلع مم. من الاخر، فاهم. السومو بتبقى معقده اكتر شويه. فلو الموبيليتي بتاعتك تسمح لده، او لو الموبيليتي تسمح والتكنيك بتاعك كويس كفايه، هينفع تحول للسومو وتقدر تستفيد منها اكتر. بس هي مش غش. لا مش غش، بس مم. في حد عمل زي دراسة قريبة كده، حد لوحده كده، هو اسمه سترونج مان، مم. عمل زي ريسيرش كده، وعمل يعني زي عمل شوية statistics كده، ولقى ان الكونفنشنال الورلد ريكوردز الورلد ريكوردز اكتر متشالة كونفنشنال على بار ستيف. مم. والديد ليفت السومو بيبقى البار ستيف انت عندك انواع بارز. فاهم. جميل. فانت عندك في ستيف بارز او باور بارز اسمها، وفي ديد ليفت بارز. مم. الديد ليفت بار من الاخر بيتنى اكتر، بيتنى اسهل، التنسايل سترينث بتاعه بيخليه يتنى اكتر. فده كده البارات اللي هتستفيد فيها اكتر في السومو، هي اللي بتتنى اكتر. ليه؟ لان انت بمنتهى البساطه انت لما البار يتنى، لو فكرت فيها من ناحيه ميكانكس، من ناحيه ميكانكس هتلاقي ان البار لما بيتنى اكتر، فانت الوزن مش كله بيتحرك في نفس الوقت، انت الوزن بيطلع كده. مم. فانت فهمت قصدي؟ انت لو بصيت حتى عليها مع الاوزان التقيله جدا هتلاحظ ان هو البليتس اللي جوه بتترفع قبل البليتس اللي بره. عكس الستيف بار، طبعا مفيش بار ستيف 100%، بس الستيف بار بيصعب ده اكتر. مم. فانت بالتالي اغلبيه الناس او كل حد تقريبا، او كل حد من ناحيه الميكانكس يعني، الستيف بار هتبقى احسن فيها في الكونفنشنال، والديد بار او البارز اللي بتتنى بسهوله هتبقى احسن فيها في السومو. فانهي بار بقى اللي هيستخدم في انهي بطوله، لانهي وورلد ريكورد وكده، دي بقى حسب بقى القوانين ايوه بقى، فاهم؟ فهمت. اه. حسب المنظمه، حسب القوانين وهكذا. بالظبط.
في برضه حاجه اسمها elephant بار اللي هي بتبقى ديد ليفت بار بس طويله زياده فبتترى اكتر كمان، هكذا. كلها بالظبط فهمت. حسب بالظبط. بس هل هي من ناحيه الميكانيكس احسن شويه، بس في حاجات برضو بتخليها مش احسن. يعني مثلا بالنسبه للسومو الرينج اوف موشن اقل، امم. فده هيخليها احسن. الليفرج بتاعك لو بصيت فيها من الجنب، الحوض هيبقى اقرب بار. للبار في السومو، فالليفرج دراع العزم اقل، فهتقدر تطلع اسهل. اه. ازاي اتجنب اللور باك بين بعد كل ديد ليفت؟ السؤال ده يعني برضو يرجع للايجو. ان انت تسيب الايجو على الباب وانت داخل، وتركز على الفورم والتكنيك بتاعك. حلو. اهم حاجه اي حد بيبدا في الباور ليفتنج دايما لازم يقعد حبه كده مركز على الفورم والتكنيك بتاعه. الفورم والتكنيك على فكره حاجات مختلفين، مش نفس الحاجه. التكنيك هي زي مثلا السلاك بول، الستريس ريفلكس، الحاجات دي. الفورم بقى اللي هو مثلا واسع رجلك، مش عارف ايه، مسكة ايدك، ان انت تتنيش ظهرك، انك مش عارف ايه، حاجات كده. فاول حاجه لازم تلعب بوزن يكون مناسب بالنسبه لك عشان تقوي ظهرك، عشان تحفظ في الذاكره العضليه بتاعتك ان انت ظهرك ما يتناش. فهمت قصدي؟ يعني انا لعبت ديدليفت كتير قوي لدرجه ان انا لو حاولت اطلع بوزن ظهري متني مش هعرف اطلع، امم. مش هعرف اصلا. امم. مش ده بسبب ان انا اتعودت على حاجه، فده اللي محتاج توصل له. فهمت قصدي؟ فتركز على أو على كذا حاجه، ثلاث حاجات: انك تقوي العضلات اللي شغاله عشان ما تتناش، عشان تستحمل الوزن ده. انك تتعود بقى من ناحيه التنسيق العضلي، او ان انت تشغل العضلات مع بعض، تحافظ ان ظهرك يبقى مفروض. ليه الناس بتتني ظهرها اساسا في الديد ليفت؟ بمنتهى البساطه علشان اصعب ان هم يشغلوا العضلات دي معاهم. امم. فهمت قصدي؟ محتاجه تنسيق عضلي اكتر. الضعيف بيتركن، واللي هو اللي يقدر يشيل هو اللي بيتحمل عليه فبيتصاب. يعني. بالظبط. فهو بالاخر هو يعني تقدر تقول الجسم بيكسل يشغل العضله دي معاه، بالظبط أيوة. فبالتالي بيسيبها. مع ان اي حد بالعقل اكيد عارف ان انت لما تفرد ظهرك هتشيل اوزان اتقل. مم. طب ليه انت لو دخلت الجيم وجربت تفرد ظهرك مش هتعرف تطلع؟ عشان انت جسمك مش ضعيف. متعود على ده. مم. لا، عشان انت جسمك مكسل، الجهاز العصبي ضعيف. مم. محتاج تقوي الجهاز العصبي، محتاج تقوي التنسيق العضلي، محتاج تحفظ في الذاكره العضليه بتاعتك ان انت تفرد العضلات دي وتشغل العضلات دي معاك، مم. وهكذا. محتاج تقوي العضلات نفسها اساسا. فدي كلها كوم كده على بعض. ونقطه ثانيه بقى محتاج تركز عليها ومش منتشره قوي: البريس. مم. البريس دي نقطه مهمه جدا جدا. البريس ان انت من الاخر كده بتحط ضغط جوه بطنك وانت بتلعب. اه. ازاي؟ دي نقطه على فكره في ناس كتير قوي مش عارفاها اساسا. يعني في ناس كتير بتلعب مثلا اللي بتشوفه وهو تحت بيقوم فاتح بقه كده، انت كده، انت كده بوظت بريس. هو مم. مش عارف ان في حاجه اسمها بريس اساسا. طب ايه البريس دي؟ البريس من الاخر اللي هو انترا ابدومينال بريشر. ايه مم. الانترا ابدومينال بريشر؟ ضغط جوه بطنك. ايه الفكره؟ تخيل معايا دلوقتي لو كان حاجه ساقعه، فانت الحاجه الساقعه دي بيبقى فيها بريشر. او ليه نتخيل هي ازازه الميه مثلا كده. دلوقتي انت ده شخص عادي، الحته دي طريه، فانت لو عصرتها كده، لو عصرتها جامد هتتفعص. فانت اللي بتعمله انت بتزود الضغط اللي جوه. فخلينا عامله كده، او دلوقتي بص ناشفه، مم. مش راضيه، مش يعني لما تيجي تنزل عليها اكتر هتستحمل وزن اكتر. نفس الفكره. تخيل معايا دلوقتي كان حاجه ساقعه مثلا، كان حاجه ساقعه عاديه خالص وهي مقفوله فيها بريشر، فانت ممكن تقف عليها بوزن جسمك كله وهتستحملك. مم. فهمت قصدي؟ فاول ما فتحتها حتى وهي مليانه هتقف عليها تتفعص. مش هتشيل اه. ليه؟ لان مفيش بريشر من جوه بيزق على الجدران بتاعت الحيطه. جسمك نفس الحاجه بالظبط. جسمك لازم يكون في بريشر جوه، تقدر تتخيل كأنه عامل زي سبورت للعمود الفقري. مم. فانت لو مش عامل بريس فانت بتحمل على العمود الفقري. عملت بريس بقى تقدر تقول ان الوزن ساند على البريس دي، خصوصا في السكوات وفي الديدليفت مم. برضه. فهمت. البنش برضه نفس الكلام، بس الموضوع بيبقى منطبق على الافشنسي اكتر منها السيفتي. فهمت. فهمت قصدي؟ مم. بس فانت بتاخد نفس كبير، تكتمه، وبتزق بطنك لبره. جميل. وهو ده يعني بشكل مبسط جدا فكرة تمام. البريس. عندي سؤال نفسي بقى شوية. اكيد طبعا. آه... ازاي ما اخافش من الوزن اللي انا بشيله؟ بص الموضوع ده كل حد بيبقى عنده إجابة مختلفة للموضوع ده. بس انت لازم تحط في بالك ان انت الوزن ده انا هعرف اطلع بيه. انت لو يعني شكيت في نفسك انك هتعرف تطلع بالوزن ولو ببار فاضي هتفشل. مم. الباور ليفتنج عموما في جزء كبير جدا منه نفسي اساسا. مش كده بحب الرياضة جدا، بحب الرياضة مم. دي جدا. يعني دي جزء من الموضوع، ان انت لازم تبقى واثق في نفسك وانت داخل تلعب بالوزن. انت لو شاكك في نفسك ولو 1%، ضن، مم. خلاص انت مش هتعرف تطلع بالوزن. وفي دي نقطة ناس كتير قوي بتسألني فيها عن مثلا مدربين كلاينتس بتوعي مثلا، او كده بيسألني طب انا خايف من الوزن اعمل ايه؟ بقول له يا ابني انت انت على الورق انت تعرف تطلع بالوزن ده،
مهم. واكتر منه كمان. ثق في نفسك، حط في بالك انا اقدر اعمل كده، انا اعرف اعمل كده. شوف بقى كل حد بقى ليه اجابه مختلفه ازاي هيخلي نفسه يثق في نفسه. ادرينالين بقى مثلا، او عصبيه. طبعا العصبيه بيبقى فيها مشكله ان انت ممكن الدنيا تبوظ منك وتتصاب مثلا او كده، مم. فلازم تحاول بقى ان انت تتحكم في الموضوع يعني. ودي نقطه زي ما قلت لك، كل حد بقى ليه الاجابه بتاعته، مهم. ازاي يقدر يقنع نفسه ان هو يقدر يلعب بالوزن ده. مهم. اول جزء من الاجابه ان انت تختار وزن اصلا انت فعلا تعرف تلعب بيه على الورق، تقدر حلو. تلعب بيه. جميل. يعني مثلا لو هتلعب 100 كيلو بنش مثلا، فانت لازم 90 كيلو تبقى تعرف تلعب بيها اكتر من 4 عدات مثلا على الاقل عشان تقدر تجيب ال 100 كيلو. مهم. فور اكزامبل مثلا. فهمت قصدي؟ هو دي نرجع بقى لدور البروجرام بتاعك، انت اصلا تكون ماشي على بروجرام ورياكتيف وكل مهم. الكلام اللي احنا بنقوله ده. بالظبط. بلس بقى ان انت تبقى داخل انت واثق في نفسك، مهم. داخل مودك معقوله، مش متضايق. لو متضايق مثلا هو طبعا زي ما قلت لك كل حد مختلف بقى، شخصيته مختلفه يعني. بس ان انت تبقى في مود التمرين، ان انت تبقى اكل كويس، نايم كويس، واثق في نفسك انك تعرف تلعب بالوزن ده، مهم. كل الحاجات دي بتفرق تفرق فرق السما اه. من الارض. ازاي افضل متحمس طيب؟ يعني اصلا كمان اللي انا لاحظته انه البروجرس بتاع الباور ليفتنج مختلف عن بتاع البودي بيلدينج او الجيم. اكيد. فازاي انا كباور ليفتر افضل متحمس لحد ما اوصل للهدف بتاعي؟ برضو دي كل حد بيبقى عنده اجابه مختلفه ليها، بس اتوقع يعني اجابتك انت ايه؟ اجابتي انا ان انا ببقى بجري ورا الدوبامين رش، مم. متى انا اكسر وزن جديد. يعني مثلا انا كسرت 200 كيلو على البنش، مبسوط جدا مش عارف ايه. انا نفسي في 220 مثلا، لان انا عارف ان انا لما اقدر اطلع اقول كده، انا مش هطلع حتى اقول لنفسي في المرايه ان انا بشيل 220، هكون مبسوط وفخور بنفسي وهكذا. وهو ده جول عندي، مهم. نفسي اعمل كده. او مثلا 320 على السكوات، او مش عارف 300 على الديدليفت، او فدي اوزان مثلا انا متخيل نفسي لما اجي اشيلها هكون اللي هو مبسوط. نفسي فيها قوي، من كتر ما انا نفسي فيها فخلاص انا ده مستحمل الدافع بقى بقى. نفس في ايه. ده الدافع بقى. هو ده الدافع. نفس فكره الكونسيستنسي اللي كنا بنتكلم عنها من شويه، ان انت كل يوم تاخد خطوه صغيره عشان في الاخر توصل. مهم. فهمت قصدي؟ حتى لو النهارده مش delayed gratification. يعني نفس مهم. فكرة ال delayed gratification اللي هي أصلا يعني زي ما قلت لك أنا مقتنع إن هي دي مفتاح الحياة، إن أنت مهم. عشان تبقى consistent في حاجة وتحط مجهود 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 كتير، وأنت مش شايف النتيجة بتاعت المجهود ده على مثلا وقت كتير جدا، تبتدي بقى تشوف النتائج. بالظبط. أنت تطور النهاردة جاي من مجهود الشهر اللي فات، مهم. أو الشهرين اللي فات، أو ال3 شهور اللي فاتوا، طبعا حسب بقى طبعا كل حاجة يعني. قول لي غلطة في التلات رفعات. مم. غلطة واحدة في كل رفعة: الديد ليفت والسكوات والبنش. مشهورة يعني، اه. غلطة مشهورة جدا. أكتر رفعة مشهورة في السكوات إن حد ما ينزلش كفاية، حلو. ما يجيبش دبث. يقول لك انا لو نزلت هفشل، اكيد انت يلعب صح. انت خفف بقى صح. بالظبط كده. اول بنش انك تلعب من غير ما تثبت تحت، مهم. تخبط الوزن في صدرك وتطلع، وده مثلا ممكن يؤدي اصابات. زائد كمان في ناس اصلا بقى ما تلمسش صدرهم اصلا، يقول لك لا عشان ما تصابش. مهم. هنهرج بقى. هنهزر. بالعكس اصلا ممكن يؤدي اصابات اكتر، اه. لان انت لو مش بتنزل الرينج اوف موشن كامل، فانت في جزء كبير العضله مش متعوده ان هي تسترتش للمرحله دي، فلو في يوم نزلت غلط غصب عنك ممكن تتصاب. ايوه. والديد ليفت طبعا الظهر التاني، مهم. وان هما الايجو ليفتنج بقى في الديد ليفت، اللي هو يلا بينا نحط اوزان مش عارف ايه من غير ما يبقى ظابط بقى البريس والتكنيك والكلام ده كله. مهم. ماشي. احيانا الباور ليفتر محتاج يقبل ان هو ضعيف في رفعة معينة عشان جسمه او تشريحة جسمه. اكيد. اكيد مهم. يعني انا متقبل تماما ان انا الديد ليفت انا مش كويس فيها، انا عارف انا مش كويس فيها. مم. بس مقابل كده انا كويس جدا في البنش مثلا. مم. فاهم قصدي؟ يعني هو بص، انت تقدر تقول ان اي حد زي ما قلنا من شويه ان هو تشريحه جسمك او تركيبه جسمك بتاثر في الرفعه بتاعتك، او الرفعات كل رفعه مستواك عامل ازاي فيها. فانت هما الثلاث رفعات فيهم زي توازن كويس كده ما بين بعض. انت لو كويس جدا جدا في رفعه واحده، هتلاحظ ان في رفعه تانية سيئه جدا جدا. مهم. انت لو كويس جدا في السكوات، هتلاحظ ان الديد ليفت مش احسن حاجه. البنش والديد ليفت دايما انت في ميمز حتى اتعملت على الموضوع، انت لو حاولت تختار الثلاثه واحده منهم هتتقفل ايوه، لوحدها، هي اللي هو كده. بتاعت الموبايل دي بالظبط هي كده. فاهم قصدي؟ وللناس اللي بيعرفوا يشغلوا الثلاثه هتلاقي ان هم الثلاثه بالنسبه لهم مش واو فيهم قوي، مم. هتلاحظ ان هم عادي في الثلاثه. حلو. فهمت قصدي؟ مهم. فمثلا في ناس كتير مشهوره في الباور ليفتنج، مثلا واحد اسمه راسل اورهي، اجنبي يعني مش مصري. مستواه كده يعني، هو في السكوات والبنش والديد ليفت كويس في الثلاثه، بس مش واو قوي في واحده. وحتى لو قعدت تركز هتلاحظ ان هو لا، ممكن احسن شويه في السكوات من البنش مهم. مثلا، وهكذا. فانت يعني ايه بتحاول بيبقى هما الثلاثه متوازنين دايما.
فاهم قصدي؟ انت شاطر قوي في واحده، فانت في واحده نازله شويه. شاطر في اتنين، فالتانيه متوسطه. شاطر في التلاته، فهم التلاته افريج. هكذا. بالظبط. صراحه يعني. لو هيحتاج فيلم، يبقى ايه نوعه مم. واسمه ايه؟ هيبقى مش عارف والله، تصدق. اكشن، كوميدي، سؤال. دراما، آه، لا هو مش اجتماعي؟ هيبقى. هو ممكن يبقى كوميدي. ماشي. ممكن يبقى بين كوميدي على ممكن دراما شويه برضه، لان في حلو. حاجات كتير دايما بتحصل. بس مش، ما اظنش اكشن يعني. حلو. آه هيبقى اسمه ايه؟ سميه اسم كده. لا دي مش قادر افكر في حاجه. انا سالت السؤال ده قبل كده، ما عرفتش اجاوب برضه. بجد والله. كان مره كنا قاعدين زي داير كده وبتاع. مم. آه مش عارف، حاسس ان انا عشان اقدر اجاوب على السؤال ده محتاج اشوف هيخلص ازاي القصه. اه، هو طبعا دي الجزء اللي خلص على الأقل. لحد دلوقتي. آه اسمه كوميدي، الفيلم كوميدي. هو برضه مش كوميدي قوي يعني. يعني انا حياتي مش عارف، حاسس ان هي بشكل كبير ما طلعتش زي ما كنت تتوقع في الاول. في اه. كل شويه تيرن اوف ايفنتس كبير. يعني مش قادر ماشي افكر في خلاص. اسم معين مثلا. ماشي. قول لي طيب آية أو كوت أنت بتحبها أو بتعمل بيها. هي الكوت اللي قلتها من شويه، اللي هي ان مفتاح الحياه ان انت تبقى كونسيستنت. انا حتى انا مثلا انا حياتي ماشيه بالتو دو ليست. مهم. فانا مثلا بصحى الصبح، السلام عليكم، صباح الخير، بفتح تو دو ليست. مهم. اول حاجه اعملها عندنا ايه النهاردة؟ هعمل ايه النهارده. اه. فاول حاجه كاتبها فوق التو دو ليست كده، ان انت مفتاح الحياه هو ان انت تعمل حاجه كتير قوي لحد ما توصل للحاجه دي. مهم. يعني طبعا مش فاكر افتكر الكود بالظبط، ممكن اطلعها دلوقتي ابص عليها سريعا. يعني لو هو عادي ممكن فيما معناه، يعني عادي لو مش لازم تقولها حرفيا، بس براحتك يعني عادي. ممكن نقولها، لان بصراحه بحبها جدا يعني. مهم. a measure of how many times discipline هو مفتاح الحياه. والدiscipline معناه is a measure of how many times you can endure a punishing event without receiving an award in a row. مهم. يعني من الاخر تقدر تعمل الحاجة المجهدة او الصعبة او اللي دمها تقيل كام مرة في حياتك ورا بعض من غير ما تاخد نتيجة. مهم. delayed gratification من الاخر. بالظبط. بالظبط. فهي دي يعني مهم. اكتر كوت بحب امشي بيها، بفكر نفسي بيها، اللي هو انا لو عايز اوصل لاي حاجة في الدنيا فلازم ارسم خطة، والخطة دي تبقى متقسمة لخطوات، وافضل عيد تاني، عيد تاني، عيد لحد ما توصل انت اتعلمت حاجة جديدة. بالظبط. الحاجة الجديدة اللي اتعلمتها دي برضو تحطها في الخطة بتاعتك، وتقسمها برضو وإلى آخره. وهكذا. مين شخصية مشهورة أو تاريخية مم. تحب تقضي معاها يوم؟ أليكس فوموسي. بصراحة مم. يعني من أكتر الشخصيات اللي بحترم دماغها وعقلها. يعني كتير قوي من الحاجات اللي بطبقها في حياتي، يعني أنا الكود دي أصلا واخدها منه. مهم. وطبعا غيرت فيها شوية كلام كده أي. عشان تقدر إن هي تبقى. أول يعني يعني إيه أول حاجة هتقولها أنا بشوف. والله عايز يعني افكر افهم منه دماغه بتشتغل ازاي، اعرف قصته. مهم. هسأله عن انت قصتك ايه، احكي لي. انا عايز اسمع منك انت قصتك. انا سمعت قصتك الناس بتحكيها وبتاع، انا عايز اسمع منك انت قصتك. مهم. شخصية بقى بصراحة بحترمها جدا، وما قريتش كتبه، لكن شايف ان هو من انجح الناس. مهم. آه، يعني شخصية بحترمها جدا جدا، مهم. أليكس ألموزي. وإلى حد ما أندرو تيت، بس مش 100% برضه، يعني في مش حاجات 100%. كتير جدا ما اتفقش عليه معاها. مهم. لكن برضه في حاجات بيقولها كتير بتفق عليه معاها، بس هو أكتر شخصية انفلونشال لحياتي تقدر تقول أليكس ألموسي. ايه الكومفورت زون بتاعتك بره عن التمرين؟ شيل التمرين من حياتك خالص، ايه تبقى الكومفورت زون بتاعتك؟ إن أنا أقضي وقت مع الناس اللي بحبها. مم. يعني الناس الأقرب ناس ليا، اللي هم مش قهوة بقى وصحابه بتاع، لا الناس العيلة. مم. ان انا اقضي وقت معاهم. يعني انا مؤخرا اصلا مبقتش بنزل كتير مع صحابي اساسا. ما بقتش احب قوي ان انا ابذل وقت من غير هدف، مم. او اصرف وقت من غير هدف. بقيت عايز ان أنا كل حاجه وقت بحطه في حاجه يبقى ليه هدف. فمن اكتر الحاجات اللي بعملها ان انا او بحب اعملها ان انا اقضي وقت مع الناس القريبه مني. مم. دي من اكتر الحاجات اللي انا الكومفورت زون بتاعتي، يعني غير التمرين وغير الشغل، لان برضو الشغل لحد ما كومفورت زون بالنسبه لي، ان انا احس ان انا انجزت، عملت، خلصت. دي مم. حاجه بتريحني كده برضو من جوه يعني.
قبل ما اسالك اخر سؤال، السبونسر مم. اي ام اس ابيكس كانوا عايزين يدوك هديه بمناسبه ان متشكر جدا انت بجد. معايا في البودكاست النهارده، متشكر جدا بجد. فدي هديه منهم. ميرسي ميرسي جدا. يعني في فري انفيتيشن ميرسي. كمان، اوكي، بقى اروح بقى افتحها دلوقتي ظبط ولا الدنيا. لا بعد ما نخليها بعدين؟ اخلص. اه ماشي، مش عارف هي ايه بس بصراحة، ما عنديش، مش قادر اتخيل هي ايه. لا حاجات اوكي. لذيذه يعني ميرسي والله، متشكر هتتبسط. جدا ليهم. متشكر جدا بس. جدا ليهم والله. ومتشكر ليك والله على الوقت يا الجميل ده اما يعني. ايه حبيبي، فرصة سعيدة خلينا جدا، اخر اتفضل. سؤال. اكيد. نفسك في ايه الفتره دي؟ الفترة دي آه اللي هو لحد امتى مثلا؟ يعني كام سنة الجاية دي؟ انا نفسي ابقى اكبر بودكاست في الشرق الاوسط. اوكي. آه نفسي اشهر اللعبة اكتر. مم. وفي جزء كبير جدا من اهدافي بصراحة مادية. مم. يعني مش بس مادية زي فلوس، لا انا عايز احقق الفريدم اللي انا نفسي فيه. مم. زي ما قلت لك كده، من اكتر الاهداف بتاعتي اللي انا نفسي اعملها ان انا ما بقاش مربوط بحاجة. فانا حياتي كلها بقت كده. بقيت انا بكبر الحاجه اللي انا ببنيها. ببني حاجه انا عامه. الهدف من اكبر هدفي في حياتي ان انا عايز اسيب قصه. مم. عايز يبقى عندي حاجه تتورث بقى لاولادي ومش عارف ايه، وتبقى دي دي بتاعت يحيى مم. دسوقي اللي هو اللي بدأ الحاجه دي. أيوة. سواء بقى هتبقى شركه تدريب، سواء هتبقى جيم، سواء هتبقى شركه حاجه ما، منظمه تمرين، منظمه بطولات. ايا كانت هتبقى ايه، نفسي مم. اسيب قصه. فاهم قصدي؟ ممكن اصلا الموضوع ما يبقاش له علاقه بالجيم خالص. في حاجات كتير اصلا جت في بالي مالهاش علاقه بالجيم خالص. مم. في حاجات ليها علاقه بالجيم بس مش التمرين، يعني سبلمنتس مثلا، اكل بتاع، مم. حاجات كده، قهوه بتاع كده. فانا نفسي اسيب قصه. واتمنى ان الفتره الجايه دي اقدر افيجر اوت ايه الحاجه دي. مم. لان لسه الموضوع مش 100% واضح بالنسبه لي. انا عايز اكبر الباور ليفتنج في مصر. عايز اكبر البيزنس بتاعي والتدريب الصفحه بتاعتي على انستجرام او على صفحات على كل المنصات يعني. دي من اكبر الاهداف بتاعتي الفتره دي. بس برضو نفسي اقدر افيجر اوت انا عايز اعمل ايه في حياتي. مم. انا الى حد ما عرفت انا عايز اعمل ايه. عايز ابقى زي ما قلت لك كده، يعني عندي حريه. مش تايه على الاقل. مش تايه، لا يعني انا مم. مش عايز اقول انا تايه دلوقتي. آه، انا عارف انا عايز اعمل ايه في حياتي لحد ما. عايز ابقى زي ما قلت لك من شويه كده، عايز ابقى ابني حاجه اسيبها، اسيب مم. قصه. عايز اطور باور ليفتنج في مصر او اشهره في مصر اكتر. عايز ادخل ناس كتير للرياضه دي. دي حاجات انا عايز اعملها في حياتي. مم. بس الحاجات دي كلها عايز اعملها مثلا قبل ما اتم ال 30 على سبيل المثال. مم. بعد ال 30 بقى عايز ابتدي احدد برضه انا هعمل ايه حاجات ساعتها. بقى هي كلها تو دو تبقى ليست مثلا. يعني يعني هي كلها منطبقة حسب الحاجات دي برضه. مم. بس الحاجات دي كلها عايز احققها قبلها. فممكن افتح بيزنس تاني مثلا، ممكن اعمل حاجات تانية كتير. فردا على سؤالك بشكل ملخص يعني، عايز اكسب الحرية اللي انا نفسي احققها. دي مم. ده المين جول. مم. حرية مادية، من ناحية الوقت، من ناحية المكان. دي اكتر جول يعني. واعمل المين جول بتاعي او ديوتي ان انا اشهر اللعبه دي اكتر، مم. ادخل ناس فيها اكتر، واكبر البيزنس بتاعي. مبسوط ان انت، يعني احنا اول مره نتقابل اه واول مره اتعرف عليك، اه ومبسوط ان انا اتعرفت عليك. فرصه سعيده بجد. مبسوط ان انت واخد راحتك في الكلام، اه مش متوتر، مش حاسس انه ايوه ايوه. في حاجه ضغطك ما او انا بتاع. برضو زي ما قلت لك، حاسس ان انا عارفك من زمان. بالظبط. يعني حاجه لقينا بعض فيها، بالظبط. فبجد مبسوط ان انا قاعد معاك. فرصه سعيده بجد، واكيد مش اخر والحلقه مره. فعلا فيها معلومات تقيله كتير. م. فانت زي ما صاحبك قال لك فعلا، انت مرة واحدة بتطلع معلومات كبيرة بالظبط. جدا. فللأسف الحلقة خلصت، فيا رب تكون انت اتبسطت انبسطت جدا طبعا. وانا اتبسطت واستفدت قوي. فرصه سعيده بجد. فانا اسعد. فيا رب انتوا كمان تكونوا مبسوطين ومستفيدين. وان شاء الله اشوفكم على خير في حلقة جديدة بقى ان شاء الله. وسلم على الناس بقى والله.